السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أبطال بريب 3. الامتحان قرب، كل الناس متلخبطة، كل الناس مش عارفة تحل امتحانات. خليك معاك مستر عاطفي في قناتكم جو ماث مستر عاطفي، مجمع لك كل أسئلة الامتحانات الخاصة بالمنهج بتاعنا. من أول ليسون هتلاقي ماشية بالترتيب، ليسون 1 ليسون 2 ليسون 3. كل ليسون هتلاقي الايساي كويشنز، المسائل اللي فيها الستبس، وهتلاقي كمان المالتيبل تشويس بتاعته. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى ونشوف الأسئلة اللي معانا النهارده. هنا يا شباب اول اكسرسايز بيقول ايه؟ if x equals 3 and 4 الواي set containing two elements 4 5 الz equals 5 6 and 7 find number 1 x product y intersects z. اول حاجه الاكس دي as a set هي موجوده، فانا بكتبها زي ما هي 3 and 4 times او product بنجيب الانترسكشن between y and z. what is the common element او الاليمنت المشترك بين الواي والزد؟ هتلاقي مين؟ هتلاقي الفايف، فبنكتب الفايف. بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب الانسر بتاعتنا. بنجيب الانسر ازاي؟ بنوصل each element of x مع الاليمنت ايه بتاعت الانترسكشن. هتلاقي 3 مع ال5 بنكتبها as ordered pair 3 and 5. بعد كده هناخد ال4 مع ال5 تبقى 4 and 5. دي الانسر بتاعت نمبر 1. تعال نجيب الانسر بتاعت نمبر 2 كده اهوت. هنا بيقول ايه؟ x difference y. طبعا كلنا عارفين يعني ايه كلمه difference. difference دي معناها الاليمنت اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي. طب what is the element which is belong to x and not belong to y؟ مين النمبر اللي عند الاكس ومش عند الواي؟ هتلاقي 3. فاحنا بنجيب الانسر بتاعتها الاول، هنكتبها as a set containing one element which is 3. product لمين يا شباب؟ product للزد. طب ما تيجي نكتب الاليمنت بتاعت الزد اللي هي ال 5 6 and 7 ونبدا نعمل عمليه الكونكشن، نوصلهم ونكتبهم as ordered pair. هتبقى 3 5 نكتبها as ordered pair. بعد كده 3 6 نكتبها برضو as ordered pair. بعد كده عندي ايه؟ عندي 3 وال 7. يبقى احنا كده جبنا الانسر بتاعت نمبر ايه؟ نمبر 2. طب نمبر 3 هنا بيقول ايه؟ ان زد باور 2. كلمه ان دي معناها عايز يجيب النمبر اوف اليمنت، فانت لما بتلاقي ان بتعد النمبرز بتاعت الزد. يبقى نمبر 3 عد الاليمنت. هي الاكس فيها كام اليمنت؟ فيها كام نمبر؟ 1 2 3. تبقى كانها في الاخر 3 باور 2. وطبعا 3 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 9. هتلاقي برضو يا شباب معايا كده كل اكسرسايز عليه فكرتين وهتلاقي عليه 2 اكسرسايز. تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي برضو، هتلاقي نفس الحاجات برضو، والتكرار بيثبت لك المعلومه ما تزهقش. هنا بيقول ايه؟ if x set containing two element 2 and ايه نيجاتيف 1. الواي عباره عن نيجاتيف 1 5، الزد عباره عن 2 3. find number 1 x product y. طب اجيب الاكس برودكت واي ازاي يا شباب؟ طبعا الاكس معروفه والواي معروفه. الاكس عباره عن 2 نيجاتيف 1 تايمز الواي عباره عن نيجاتيف 1 اند 5. ونجيب الايه الكونكتنج بتاع الاليمنت بتاعتنا. هناخد ال2 مع النيجاتيف 1 وبعد كده ناخد ال2 مع ال5. هنكتبها از اوردرد بير 2 نيجاتيف 1 2 اند 5. خلصنا ال2 نخش على النيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 1. بعد كده هتبقى عندنا ايه؟ نيجاتيف 1 و5 نكتبها برضو ايه؟ از اوردرد بير ونقفل البراكت بتاعنا. دي كده نمبر 1. طيب نمبر 2 زي ما احنا شرحناها في ليسون ايه في الاكسرسايز اللي فات، اكس ديفرنس واي، يعني الاليمنت اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي. طب مين هي؟ عندك الاكس عباره عن 2 نيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 وال5 موجودين في الواي. انا هاخد ال2 بس اونلي، يبقى هنعمل ال2 برودكت لمين؟ للزد اللي هي عباره عن 2 اند 3. طب هنوصل ال2 مع ال2 تبقى عباره عن ايه؟ 2 اند 2. ونوصل ال2 مع ال3 تبقى عباره عن 2 اند 3. خلاص؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو ونشوف فكره جديده على الليسون دوت. هنا برضو يا شباب نفس الاكسرسايز او نفس الليسون بس الفكره مختلفه شويه. مختلفه ازاي؟ احنا في الاكسرسايز اللي فات كان جايبها لنا الاكس والواي، احنا عايزين نوصلهم ببعض. هنا متوصلين. طب متوصلين ازاي؟ بيقول لك if x product y equals 1 و2 4 و2 5 و2 find x. طب انا عندي هنا في الاول الاكس وفي الثاني الواي، يبقى اكتب كده x y x y x y. طب هو عايز يجيب الفاليو اوف اكس، اروح كاتب كده الاكس ايكوال از ا سيت كل الاليمنت اللي في الاول تبع الاكس، هكتب 1 2 1 4 5 كده انا جبت الاكس. نمبر 2 عايزني اجيب ايه؟ اجيب الواي برودكت للاكس.
طب هقول لك على حاجه سهله جدا، مش دي اكس تايمز واي؟ فانت اعكس البراكت، هتبقى بدل ما هي 1 و2 تبقى 2 1. هو بادئ بالواي فانت كمان ابدا بالواي. برضه بدل ما هي 4 و2 تبقى 2 4. برضه بدل ما هي 5 و2 تبقى 2 5. خلاص؟ ده كده بالنسبه لايه؟ كويشن نمبر 2. نمبر 3 بيقول ايه؟ ان اكس باور 2. طبعا كلمه ان زي ما احنا عارفين نمبر اوف element اوف اكس باور 2. فاحنا بنعمل كاونتنج، بنعد النمبرز بتاعت الاكس 1 2 3. تبقى 3 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز ايه؟ 9. تعال نشوف فكره ثانيه كده على الليسون دوت. طبعا يا شباب كلنا كنا عارفين ان اول ليسون دوت بيتقسم لتو بارت، حاجه اسمها الاوردرد بير وحاجه ثانيه اسمها الكارتيزيان برودكت اللي احنا بدانا بيه. هنا الاوردرد بير بيقول ايه؟ if a negative 3 او a minus 3 and 7 equals 2 p power 3 minus 1 find a plus 2b over 2a minus 3. نعمل ايه؟ احنا كنا بنعمل في السؤال دوت لما كنا بنحل مع بعض يا شباب، بنقسم البيج بتاعتنا لتو بارت، جزئين. بنقول ان الفيرست ايكوال للفيرست، يعني الاي ماينس 3 ايكوال 2، وبنقول ان السكند ايكوال للسكند. ابدا بالليتر، هتبقى البي باور 3 ماينس 1 ايكوالز كام؟ ايكوال 7. دلوقتي بقى عندي تو ايكويشنز. اول ايكويشن عشان اجيب الفاليو اوف ايه بعمل ترانسبورت لل 3 بعكس الساين، يبقى الاي ايكوالز 5. هنا هودي النيجاتيف 1 ببوزيتيف 1، يبقى البي باور 3 ايكوالز 8. ما تنساش ان دي باور 3 لازم اجيب الكيوبيك روت. هجيب الكيوبيك روت يبقى البي عباره عن الكيوبيك روت اوف 8 ايكوالز 2. هو عايز يجيب ايه بقى؟ هو عايز يجيب الفاليو اوف a بلس 2b ايكوال، عندي a بلس 2b اوفر 2a ماينس b. اعمل سبستيتيوشن، عوض تعويض مباشر، شيل الاي واكتب مكانها ال5 بلس 2b معناها 2 ملتبلاي البي تطلع بكام؟ البي ب 2، يعني 2 تايمز لل2 اوفر 2a معناها 2 تايمز للاي. الاي بتاعتنا بكام يا شباب؟ احنا جايبينها ب 5، يعني 2 ملتبلاي ال 5 ماينس البي اللي هي ب 2. وطبعا تحطهم على الكالك مره واحده وتجيب الانسر، او هتطلع دي 2 باي 2 ايكوالز 4، يبقى 9 اوفر 8. تمام؟ تعال نشوف فكره ثانيه على الاوردرد بير. هنا برضو نفس الكلام، جايب لك 2 اوردرد بيرز ايكوال. عند الاكس ماينس 1 29 equals 4y power 3 plus 2. Then find the value of x plus 2y. نفس الكلام، انت بتقسم البيج بتاعتك لتو بارت. بتقول ان الفيرست ايكوال للفيرست والسكند ايكوال للسكند. ادي اهو الفيرست عندنا كان الاكس ماينس 1 ايكوالز الفيرست which is 4. هتعمل ترانسبورت لل1 بعكس الساين، يبقى الاكس ايكوالز 5. انا كده جبت الاكس وخلصت. عايز اجيب الواي، يبقى انا عندي السكند ايكوال السكند، الواي باور 3 بلس 2 ايكوالز 29. اعمل ايه؟ هودي ال2 بعكس الساين، يبقى الواي باور 3 ايكوالز 27. دلوقتي عشان اجيب الفاليو اوف واي هحط الكيوبيك روت لل 27، تبقى الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. انا كده جبت الفاليو اوف اكس والفاليو اوف واي. هو عايز يجيب ايه؟ هو عايز يجيب اكس بلس 2 واي. طب الاكس جبناها في 5، هتبقى 5 بلس 2 افتح براكت او اكتب ملتبلاي 3. طبعا في الكالك الجميله بتاعتك تبقى 5 بلس 2 باي 3 ايكوال 6، تطلع بكام؟ 11. خلاص؟ ده كده يا شباب بالنسبه للكارتيزيان برودكت وكمان الاوردر دي ايه؟ بير. تعال نشوف بقى بقيه الاكسرسايز اللي معانا على الجزئيه دي. هتلاقي معظم الاكسرسايز دي بتيجي ايه؟ تيجي تشوز. تعال نشوف بقى اللي تشوز معانا كده. اول حاجه بيقول ايه؟ if 4 6 belong to 4 و 8 product 3 and k then ال k equal كام؟ بص يا شباب، احنا عندنا دلوقتي طبعا احنا متفقين ان ال 4 belong to the first، ال 6 belong to the second set. طب ال 4 هنا موجوده؟ موجوده. طب ال 6 عشان تكون موجوده لازم تكون موجوده في السكند ست. طبعا انا عندي هنا 3 وكي، يبقى المفروض الكي ايكوال كام؟ ايكوال 6. تعال نشوف اللي بعديها. هنا نفس الكلام بتاع الاوردر دي بير. عندي ايه دلوقتي؟ عندي 3 y plus 1 equals x and 5. then x equal x y equal كام؟ طبعا انا عشان اجيب الاكس والواي اعملهم ملتبلاي مع بعض. هنا انا عندي الاكس ايكوال 3، خلاص انا عرفت ان الاكس ايكوال 3. طب عندي الواي بلس ال1 ايكوالز 5، خلاص دي تروح بعكس الساين تبقى الواي ايكوالز 4. يبقى انا عندي الاكس ب 3 والواي ايكوالز 4. عشان اجيب الاكس تايمز واي معناها 3 تايمز 4 ايكوالز كام؟ ايكوالز 12. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعديه. نفس الكلام بالظبط. عندي الاكس بلس 1
والواي ماينس 2 ايكوال 3 اند 4. عايزني اجيب الواي اوفر اكس. طبعا زي ما انت عارف الفيرست اللي هو الاكس بلس ال1 ايكوالز ال 3، الواي ماينس ال 2 ايكوالز ال 4. دي تروح بعكس الساين تبقى بلس، تبقى هنا الاكس عباره عن 3 ماينس 1 يعني ايكوالز 2، الواي تبقى ايكوال 6. طب انا عايز اجيب الواي اوفر اكس معناها 6 اوفر 2 تبقى ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 3. التشويس بتاعتي او الانسر بتاعتنا هتكون ايه؟ هتكون دي. طبعا زي ما انت شايف كده الموضوع هو نفس الكلام. هنا يا شباب كويشن نمبر 4 بيقول ايه بقى؟ if 2 power x of 2 power x وروت y equals 1 and 1 then x minus y equal كام؟ احنا عندنا الفيرست اللي هو 2 power x equals 1 وروت الواي equals 1. طب انا دلوقتي عشان اجيب الاكس احنا عارفين من بريب 1 ومن بريب 2 ان اي نمبر باور 0 equals 1، يبقى انا دلوقتي عندي الاكس المفروض equal 0 خلاص. طب روت الواي equal 1، طب مين النمبر اللي الروت بتاعه equal 1؟ طبعا ال1، يبقى الواي بتاعتنا equal 1. هو عايز يجيب x minus y يعني 0 minus 1 equals نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تمام؟ ده كده بالنسبه لايه؟ لاول جزء. تعال نشوف الجزء الثاني كده بيقول ايه؟ if ايه؟ if x set containing element just one element اسمه 5 ال n x باور 2 معناها ايه؟ طبعا احنا قلنا يا شباب كلمه n دي بعد الاليمنت، بشوف الاكس فيها كام نمبر. الاكس فيها 1 نمبر، ما تقوليش 5، ما تقوليش 5 باور 2 ده غلط. انا بعمل ايه؟ بعمل كاونتنج، بعد الاليمنت بتاعت الاكس. فالاكس فيها 1 نمبر يبقى 1 باور 2. 1 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بيقول ايه؟ if x equals ده السؤال اللي ايه العكس بتاعه بقى. if x equals 2 عايزنا اجيب الاكس باور 2. خد بالك الفرق بين دي وبين دي، هنا فيها ان، فانا بعمل كاونتنج للاليمنت بتاعتنا، بعد الاليمنت بتاعتنا، يبقى كانها 1 باور 2 تبقى ايكوالز 1. طب هنا بعمل ايه؟ كاني بقول اكس برودكت اكس هتبقى عباره عن 2 اند 2. تمام؟ طب انا اختار سي ولا اختار دي؟ لا تختار دي عشان دي اسمها سيت اوف اليمنت. اوكي؟ طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي بعد كده. هنا يا شباب بيقول ايه؟ if x set containing element 2 and 4 وال nx product y equals 6 عايزنا اجيب ny باور 2. طب ny باور 2 لازم اعرف الاليمنت بتاعت الواي. هو انا عندي x تايمز y equals 6. طب شوف الاكس فيها كام اليمنت؟ طالما n فانا بعد الاليمنت بتاعت الاكس. الاكس فيها 2 اليمنت يبقى 2 ملتبلاي كام ايكوالز 6؟ 2 ملتبلاي 3. طب انا عايز اجيب الواي ولا اجيب الواي باور 2؟ لا الواي باور 2 يبقى كانها 3 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 9. زي ما انت شايف كده الموضوع سهل. عندنا اول اكسرسايز شباب بيقول ايه؟ if x set containing 2 هنا الاكس فيها كام اليمنت؟ فيها 1 اليمنت. تمام؟ هو بيقول ايه؟ the number of element of y equals 2 يعني الواي كان فيها 2 اليمنت. هنا n x برودكت y دي معناها ايه؟ معناها اعد الاليمنت بتاعت الواي، هو كان مديها لي ب 2 ولازم اعد الاليمنت بتاعت الاكس، اعرف الاكس كان فيها ايه كام اليمنت؟ الاكس فيها جاست 1 اليمنت يبقى 1 تايمز 2 ايكوالز 2، يبقى الانسر بتاعتنا في الاخر تطلع بايه؟ ب 2. طب كويشن نمبر 2 بعد كده بيقول ايه؟ if 3 برودكت x and y equals 3 1 3x. طبعا احنا عارفين ان دايما بيكون الفيرست بروجيكشن ده تبع الفيرست ست، ادي الاكس 3 اهي وهنا ال 3. طب الاكس والواي، الاكس ممكن تكون 1 والواي ممكن تكون 4 بس كده؟ لا العكس، لان انا مش عارف مين الواي ومين ال1 ومين ال4، فممكن تبقى الواي برضه هي اللي ب1 والاكس هي اللي ب4. طب لو الاكس ب1 تبقى 1 ماينس 4 ايكوال نيجاتيف 3. لو الاكس ب4 تبقى 4 ماينس 1 ايكوال 3. يبقى الانسر بتاعتنا تطلع بوزيتيف ونيجاتيف ايه؟ 3. طب كويشن نمبر 3 بيقول ايه؟ if x equals 1 and 2 الواي 5 and 6 then 5 1 belong to مين؟ عايزني اعرف دي belong to x برودكت y ولا y برودكت x ولا x برودكت x ولا ايه؟ تعال نشوف. شوف ال5 هي ال5 تبع مين؟ تبع الواي. حلو. برودكت. شوف ال1 تبع مين؟ تبع الاكس، يبقى واي برودكت اكس. يبقى الانسر بتاعتنا تبقى نمبر ايه؟ لتر ايه. تعال نشوف اكسرسايز تاني كده. هنا يا شباب بيقول ايه؟ في the point a minus b 5 lies on the y axis. احنا كلنا عارفين لما تكون موجوده على الواي اكسس معناها ان الاكس ايكوال 0. طب مين بيعبر عن الاكس؟ الفيرست بروجيكشن، يعني الاي ماينس بي ايكوال 0. طب انا عايز اجيب الفاليو العلاقه بينهم، هعمل ترانسبورت للبي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف،
هتبقى ال A equals B. بس كده خلاص، ده الاكسرسايز بتاعنا. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا برضو نفس الكلام بيقول ايه؟ if the point k و k power 2 minus 9 lies on the x axis. كلمة موجودة على الاكس اكسس معناها ان الواي هي اللي بزيرو. طبعا احنا عارفين ان الواي هتبقى عبارة عن الكي باور 2 minus 9 equals 0. هنعمل ترانسبورت الناحية التانية بعكس الساين، يبقى الكي باور 2 equals كام؟ equals 9. يبقى الكي عبارة عن السكوير روت لل 9، المفروض تطلع بوزيتيف ونيجاتيف 3. بس هو مديني ايه؟ مديني 3 بس، فالانسر بتاعتها هتبقى بكام؟ هتبقى ب 3. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بيقول ايه؟ the point 3 negative 3 minus x و x minus 4 where ان الاكس belong to z، يعني الاكس دي ايه؟ integer number lies in the second quadrant. يبقى الاكس بكام؟ يعني ايه السكند كوادرنت؟ كلنا عارفين الكوردينيتس بتاعتنا. هنا الفيرست، هنا السكند، هنا الثيرد، هنا الفورث. هنا بوزيتيف وبوزيتيف. هنا الاكس بنيجاتيف والواي ببوزيتيف. طب هنا الاثنين نيجاتيف. طب هنا الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. معنى ان هي في السكند كوادرانت يعني اول نمبر ده لازم يطلع نيجاتيف، وتاني نمبر ده لازم يطلع بوزيتيف. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجرب. خد ال2 2، جرب ال2 3 ماينس 2 تطلع بكام؟ تطلع بايه؟ ب1. طب ال1 ده بوزيتيف يبقى دي ما تنفعش معايا. هجرب الثانيه، الاكس اهي، يبقى 3 ماينس 3 بزيرو، دي برضو ما تنفعش معايا لان لازم يطلع نمبر نيجاتيف. طب تعالى نجرب نمبر 4 او لتر سي. 3 ماينس 4 تبقى ايكوال نيجاتيف 1، يبقى ده اول شرط موجود. اتاكد من الشرط الثاني، اكس ماينس 4 معناها تبقى 4 ماينس 4 تبقى ايكوال 0، برضه ده ما ينفعش. ليه؟ لان لازم يكون واحد نيجاتيف والثاني بوزيتيف، فبالطبيعي تطلع الانسر بتاعتنا كام؟ تطلع 5. عايز اتاكد من الانسر هقول كده 3 ماينس 5 وايه 5 ماينس 4. طب 3 ماينس 5 بنيجاتيف 2، 5 ماينس 4 بكام؟ ب 1. تمام؟ ده كده بالنسبه لايه؟ للجزء ده. في اكسرسايز اخير معانا هنا يا شباب، بيقول ايه؟ لو انا عندي الاكس ماينس 1 و11 equals 8y plus 3 then the square root of x plus 2y. اول حاجه زي ما احنا كنا بنحل من شويه، بناخد الفيرست ايكوال للفيرست، يعني الاكس ماينس 1 equals 8، هنعمل نودي ال1 الناحيه الثانيه بعكس الساين، تبقى الاكس بتاعتنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 9. طب الناحيه الثانيه الواي بلس 3 equals 11، هتودي ال 3 الناحيه الثانيه بعكس الساين، تبقى الواي ايكوالز 8. خلاص انا كده جبت الفاليو اوف اكس والفاليو اوف واي. هو عايز يجيب روت اكس اللي هي ب 9 بلس 2 تايمز 8 اللي هي بكام؟ ب 16. تحطها في الكالك الجميله بتاعتك تطلع بكام في الاخر؟ تطلع ايه؟ ب 5. تمام؟ تعال نشوف ايه اللي معانا بعد كده. كده يا شباب احنا خلصنا اول ليسون بكل افكاره وبكل مشتملاته. خدنا الاساي كويشنز وخدنا المالتيبل تشويس بتاعته. هنا طبعا سؤال سهل جدا 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 وبيجي في كل الامتحانات، حاجه اسمها الريليشن. بيقول ايه؟ if x set containing element، الاكس مجموعه نمبرز عباره عن ايه؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 and 2 and الار is a relation on x where ال a r b او a related b means a plus b equals 0. طب حلو. تاني write r and represent it by a an arrow diagram show if r is a function or not. طيب اول حاجه كنا احنا بنعمل arrow diagram ازاي يا شباب؟ كنا بنعمل تو ريكتانجلز كده، كنا بنكتب واحد اكس وواحد واي. طب انا هنا ما عنديش غير اكس بس يا مستر، فانا بكتب هنا اكس وهنا كمان اكس. هنا بكتب كل الاليمنت اوف اكس، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. هنا نفس الكلام، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. خد بالك السؤال ده ممكن يجي بشكل تاني، يقول لك ان الاي از additive inverse of b. يعني ايه additive inverse of b؟ يعني احنا بنغير الساين. طب تعالى نشوف كده، هو انا بطبق الرول ده a plus b equal 0. هنا الاي بتاعتنا بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بلس مين ايكوال 0؟ نيجاتيف 2 بلس 2، ادي السهم بتاعنا اهو. طب نيجاتيف 1 برضه بلس 1، وال0 بلس 0، ال1 بلس نيجاتيف 1، وال2 اند نيجاتيف ايه؟ 2. طب انا عشان اكتب الار، هو بيقول لك رايت ار ايكوال كل 2 اليمنت توصلوا ببعض، هنكتب نيجاتيف 2 اند 2، بعد كده نيجاتيف 1 اند 1، بعد كده 0 اند 0، بعد كده 1 نيجاتيف 1، بعد كده 2 نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. خلاص. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ show if r is a function or not، يعني الار دي فانكشن ولا مش فانكشن؟
طبعا فانكشن. ليه؟ لان كل element في الاكس خارج منه 1 ارو، خارج منه سهم واحد بس، معناها ان هو ليه ايمج واحده بس في الاكس. هقول له ايه؟ هقول له الار از فانكشن. طب ليه فانكشن؟ هقول له كده because each element in x has one image at x. تمام؟ ده كده ايه السؤال الاولاني. تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو على الريليشن. هنا شباب بيقول ايه؟ if x set containing element 1 4 5 وال y equals 3 9 10 14 and r is a relation from x to y. يعني السهم يخرج من x يروح للy. طب where ان ال a r b means a equal 1/3 of b for a belong to x، يعني ال a بجيبها من هنا وال b belong to y. طيب تعالى نبدا نعمل برضو التو ريكتانجلز بتوعنا او اسمهم الفين دياجرام. هنا y وهنا x. طيب الاكس بتاعتنا عباره عن 1 4 5 وهنا 3 9 10 and 14. هو بيقول ايه يا شباب؟ بيقول ان ال A equal 1/3 B. يعني ايه؟ يعني ال A عباره عن 1 over 3 B. طب ما تيجي ناخد دي، هنعمل 1 over 3 ملتبلاي لل 3 تطلع في الكالك بكام؟ ب 1. يبقى وصل ال 1 مع ال 3. هنا 1 over 3 ملتبلاي لل 3 تطلع ب 3. يبقى وصل ايه؟ طبعا لما تطلع ب 3 هو هنا مفيش 3 فمفيش نمبر هيتوصل مع ال 9. تعالى ناخد اكسرسايز تاني كده على الريليشن. هنا بيقول ايه؟ if x equals set containing element 1 2 3 4 والy عباره عن 3 6 9 12 15 والa r b او relation a is from x to y. a related with b means 3a equals b for all a belong to x وال b belong to y. طيب احنا اول حاجه كنا بنعمل تو فين دايجرامز بتوعنا. هنا عندي y وهنا عندي الاكس، ونكتب جوه الاكس الاليمنت بتاعتنا اللي هي ال 1 2 3 4. هنا بنكتب الواي اللي هي عباره عن 3 6 9 12 and 15. بص بقى بيقول ايه؟ بيقول ان 3 تايمز للاي ايكوال بي. يعني ايه؟ يعني هعمل ده ملتبلاي 3 واشوف الانسر تطلع بكام واوصله بيها. طب ما دي تيجي نعملها باي 3 باي 1 تبقى ايكوال 3 يبقى ال1 يتوصل مع ال 3. هنا 3 باي 2 ايكوالز 6 يبقى ال2 تتوصل مع ال 6. هنا 3 باي 3 ايكوالز 9 يبقى ال3 تتوصل مع ال 9. 3 باي 4 ايكوالز 12 يبقى ال4 تتوصل مع ال 12. طب دي فانكشن نوت فانكشن؟ يس فانكشن. تعالى نكتب اول حاجه الار الريليشن بتاعتنا بناخد ايه؟ ال1 مع ال3 بعد كده ال2 مع ال6 وكمان عندنا ال3 مع ال3 وال4 مع ال12. طب دي فانكشن نوت فانكشن؟ زي ما احنا قلنا عشان تكون فانكشن لازم كل اليمنت في الاكس يخرج منه 1 ارو، يخرج منه سهم واحد. وطبعا الكلام ده موجود عندنا. هقول له يس R is function. طبعا احنا ايه؟ R is a function because each element. احفظ الكلام ده لان انت لازم تكتبه في الامتحان بيسألك عليه. of x has one image at y. طب دي حاجة التانية بيقول لك ايه؟ write range. هو هنا مش عايزنا نجيب الرينج، بس انت لازم تعرف ان في حاجه اسمها الرينج. مين هو الرينج؟ اللي رايح له السهم. مين هو الرينج يا شباب؟ اللي رايح له السهم. السهم رايح عند ال 3 وعند ال 6 وعند ال 9 وعند ال 12. يبقى انا هقول له كده الرينج ايكوال 3 6 9 and 12. تمام؟ ده كده سؤال على الريليشن. تعال نشوف فكره ثانيه على الريليشن كده. سؤال تاني برضو نفس الكلام، جايب لي 2 سيتس. لا السؤال ده لا مش هقوله. تعال ناخد سؤال تاني كده على الريليشن. هنا بيقول ايه؟ if x equals 0 2 4 وال y equals 0 4 9 16. طب هو عايزنا نجيب ايه؟ ايه الرول اللي انا هشتغل بيه؟ هيقول لك كده ان ال a equals روت ال b. طيب خلاص هنعمل التو فين دياجرام. هنا عندنا ال y وهنا عندنا الاكس. الاكس عباره عن 0 2 4 الواي عباره عن 0 4 9 16. هو بيقول ان الاي روت البي يبقى انا هجيب روت الزيرو. طب روت الزيرو يطلع بزيرو يبقى الزيرو يتوصل مع الزيرو. هات لي روت الفور
روت ال 4 بتاعنا هيطلع ب 2 يبقى ال 2 تتوصل مع ال 2. هات لي روت ال 9، روت ال 9 ب 3. الله، طب ما هنا ما فيش 3 يبقى مش هتتوصل معاها. طب هات روت ال 16 تبقى ايكوالز 4 يبقى توصل ال 4 مع ال 16. طب انا كده خلاص وصلت، عايز نجيب الريليشن الار ايكوال ها زي ما احنا حفظنا بقى 0 اند 0 2 4 4 16. تمام؟ ده كده بالنسبه لايه؟ للريليشن بتاعتنا. بيقول ايه؟ از ار ا فانكشن. طب هي فانكشن مش فانكشن؟ اقول له يس فانكشن. طب ليه؟ في واحد يقول لي يا مستر مش فانكشن عشان ال9 مش طالع منها ايلمنت. لا غلط، انا بتكلم من الاكس بس. لازم كل ايلمنت في الاكس يخرج منه 1 ارو، او لازم كل ايلمنت في الاكس يكون ليه صوره في الواي اللي هو متوصل بيها. طيب يبقى انا هقول له يس فانكشن. طب ليه فانكشن؟ زي ما احنا حفظنا بقى، هقول له بيكوز each element of x has one arrow to y. تمام؟ ده كده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لي ايه بقى؟ then find its range. الرينج بتاعنا عرفنا مين هو الرينج؟ اللي رايح له السهم. مين هو الرينج؟ اللي رايح له السهم. طب يلا نكتب الرينج بتاعنا. هيبقى عباره عن كام؟ 0 4 16. طب في حاجه تانية ممكن اجيب منها الرينج برضه، خد بالك. الرينج بيجي ازاي؟ بص بقى للي احنا كتبناه. هنا 0 0 السهم خارج من الزيرو رايح للزيرو، يبقى دوت الرينج ودوت الرينج ودوت الرينج بتاعنا. الرينج هو السكند بروجيكشن دي، عشان هتلاقيها جايه في سؤال في التشوز لما يسالك على الرينج. تعال نكمل مع بعض كده ونشوف ايه اللي معانا تاني بعد دوت. طيب تعال نشوف اللي جاي بعد كده يا شباب. معانا اكسرسايز تاني بيقول ايه؟ represent graphically the function f wherein the f of x equals x minus 2 all power 2 ال x belong to closed interval 0 and 4 and from the graph find the equation of axis of symmetry and the minimum value of the a of the function. طبعا السؤال ده يا شباب كل اللي احنا عارفينه اصلا بتاع الكوادراتيك فانكشن. هفكرك بشكله بس، اللي احنا كنا بنرسم فيه الكيرف. بنرسم الكيرف ده بالشكل ده خلاص. طب احنا عشان نرسم الكيرف كنا لازم نعمل تيبل، والتيبل كنا بنجيبه منين؟ من الكالك. طب احنا بنجيبه من الكالك ازاي؟ كل الناس عارفين احنا كنا بندوس على مود تيبل، بس طبعا الكالك اللي عندنا مختلف عن عندك انت، لكن هي تقريبا نفس الخطوات. نفس الخطوات. فانا اول حاجه بدوس مود كلمه تيبل، هتلاقي عندك انت مود 7. اول حاجه انا حافظ السؤال بتاعي. طبعا هنا في مشكله بس ان انا ما بعرفش اجيب الشاشه مع ايه قدام الاكسرسايز، فانا بعمل البراكت بتاعي وادوس الفا. اي اكس بتتكتب كلوز البراكت، قفله البراكت ماينس 2، واقفل البراكت بتاعي واكتب باور 2 زي ما كانت مكتوبه بالظبط. بعد كده بدوس ايكوال. طبعا بيظهر عندك كلمه ستارت. ستارت بكتب اول نمبر في الايه؟ في الانترفال. هو انا عندي كان اول نمبر بزيرو واخر نمبر كان عندي 4، وادوس ايكوال تاني. طبعا ده التيبل بتاعنا بقى، الاكس والاف اوف اكس. طبعا 0 كانت ب 4 1 اند 1 اند سو اون. تعالى نرجع بقى للشاشه بتاعتنا ونرجع للاكسرسايز بتاعنا ونبدا نكتب التيبل بتاعنا. هنا يا شباب هنكتب التيبل. هنا عندك اهو اكس، هنا اف اوف اكس. انا عارف انها 0 1 2 3 4. كان طبعا الزيرو كان ب 4 وال1 كان ب 1 وال2 كانت ب 0 وال3 كانت ب 1 وال4 كانت ب 4. طيب بعد كده كنا احنا بيطلب مني 3 حاجات، حاجه اسمها الفيرتكس اوف ذا كيرف، ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري، وكمان المينيمم والماكسيمم فاليو. الحاجات دي كنا احنا بنجيبها من التيبل او من الكيرف. طب لو انا عايز اجيبها من التيبل بجيبها ازاي؟ زي ما احنا متدربين مع بعض. شوف الواي او الاف اوف اكس، اول نمبر هتكنسله مع اخر نمبر، هما الاثنين زي بعض. بعد كده ال1 مع ال1 هتلاقي دي الثلاث حاجات في بعض. يعني ايه الثلاث حاجات في بعض؟ كنا احنا بنكتبها بالشكل كده يا شباب، بنكتب 2 0. دي اسمها الفيرتكس اوف ذا كيرف. بعد كده باخد الاكس لوحدها، اكس ايكوال 2، دي الايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري. بعد كده باخد الواي لوحدها اللي هي الزيرو. طب مين هي الزيرو؟ دي الفاليو. طب الفاليو دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ احنا كنا بنعرفها من الكيرف وبرضه بنعرفها من التيبل. ازاي؟ بص على الزيرو بالنسبه لاخواته اصغر واحد، يبقى دي اسمها ايه؟ مينيمم فاليو. تمام؟ طب تعالى نرسم الكيرف بتاعنا كده. بنعمل التو اكسيز. عندي هنا اكس داش، طبعا كل الناس عارفين. هنا واي داش.
طبعا النمبرز بتاعتنا بوزيتيف 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 1 2 3 4 5. بص يا شباب، طبعا الزيرو كان ب 4، بطلع بالزيرو لحد ال 4 احط البوينت بتاعتنا هنا. بعد كده عندك ال1 ب1، ادي ال1 وال1 2 0 3 1 4 اند 4. وطبعا ده عشان كيرف كنا بنرسمه بايدينا، يبقى ده الكيرف اوف ذا فانكشن. خلاص، تعالى ناخد اكسرسايز تاني يا شباب ونشوف الفكره بتاعته. هنا اكسرسايز تاني برضو على الايه، على الكوادراتيك فانكشن. بيقول ايه؟ جراف ذا كيرف اوف ذا فانكشن وير ان الاف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 2 اكس والاكس belong to negative 2 and 4. Then from the graph find a deduce the coordinate of the vertex of the point of curve وكمان الماكسيمم اور مينيمم فاليو وكمان الايكويشن اوف اكس اوف ايه، اوف سيمتري. طيب تعالى، احنا قلنا برضو كده هنعمل ايه التيبل بتاعنا بالكالك. تعالى نجيب الكالك بتاعتنا. هنعمل ايه يا شباب؟ هنبدا من الاول، هنكتب كده الالفا اكس باور 2 ماينس 2 الفا هنكتب يا شباب الفانكشن بتاعتنا. هكتب الفا اكس باور 2 ماينس 2 الفا اكس واكتب ايكوال. تمام؟ اول حاجه كان بيقول لك ايه؟ الستارت هناك كانت عندي بنيجاتيف 2، فانا بكتب نيجاتيف 2 وادوس ايكوال. الاند بتاعتنا كانت ب 4، دوس ايكوال تاني. هتلاقي التيبل بتاعك اهو طلع نيجاتيف 2 كانت ب 8، نيجاتيف 1 ب 0 اند سو. ده طبعا ده شكل التيبل بتاعنا. تعال نرجع بقى للتيبل بتاعنا ونكتب الفاليو بتاعتنا ونشوف الانسر تطلع ازاي. خطوات كتير قوي. هنا بعمل كده يا شباب، طبعا كل الناس عارفين هنا الاكس، هنا الاف اوف اكس. طبعا انا بفك الانترفال دي من نيجاتيف 2 لحد 4. ادي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 ادي 4. النيجاتيف 2 كانت ب 8 والنيجاتيف 1 كانت ب 3 والزيرو كانت ب 0 وال1 تطلع نيجاتيف 1 وال2 تطلع ب 0 وال3 تطلع ب 3 وال4 تطلع ب 8. طيب احنا دلوقتي مطلوب مننا نجيب 3 حاجات اللي هي الفيرتكس اوف ذا كيرف وكمان المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو. قلنا بنشطب النمبرز بتاعت الواي، ال8 مع ال8 وال3 مع ال3 وال0 مع ال0 ودي مع دي. طبعا 1 ونيجاتيف 1 هي الفيرتكس اوف ذا كيرف. طب والماكسيمم والمينيمم فاليو، طبعا احنا ايه عارفين ان المينيمم فاليو اللي هي الواي ايكوالز نيجاتيف 1 او الفاليو ايكوالز نيجاتيف 1. طب دي ماكسيمم فاليو ولا مينيمم فاليو؟ برضه شوفوا بالنسبه لاخواته، النيجاتيف 1 بالنسبه لاخواته يبقى دوت اسمها ايه؟ مينيمم فاليو. لو الكيرف اوبن ابورد، لو الكيرف بتاعنا مفتوح لفوق تبقى مينيمم فاليو، لو مفتوح لتحت يبقى اسمها ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم فاليو. ايكويشن اوف اكس اوف سيمتري بكتب الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. طيب انا كده عملت ايه؟ انا كده جبت كل حاجه، فاضل بس ارسم الكيرف بتاعنا. تعال نرسم الكيرف كده. هنا اكس داش واي داش 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. نبدا نرسم النيجاتيف 2 كانت ب 8، ادي نيجاتيف 2 ل 8 اهي. عندنا النيجاتيف 1 3 اهي. وعندنا الزيرو 0 1 نيجاتيف 1 2 0 3 و 3 4 and 8. طبعا يا شباب احنا عارفين ان دوت كله كيرف فبيترسم بالايد مش بالمسطره بتاعتنا. خلاص؟ طبعا الكيرف بتاعنا مفتوح لفوق فبالتالي دي اسمها ايه؟ مينيمم فاليو. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني. هنا بقى جايب لي اكسرسايز مرسوم. الاكسرسايز دوت بيقول ايه؟ In the opposite figure represent the curve of the function. ده الكيرف بتاع الفانكشن بتاعتنا. ال f of x equals 4 minus x power 2.
in the interval negative 2 and 2. From the graph find the coordinates of the vertex point. طب هي فين الفيرتكس بوينت اصلا؟ الفيرتكس بوينت يا شباب اللي هي دي. عايزنا اجيب الكوردينيت، يعني اعرف الاكس بتاعتها بكام والواي بكام. انزل تحت، الاكس بزيرو، الواي بتاعتنا ب4، يبقى دي كده خلاص الكوردينيت بتاعت الفيرتكس. تاني حاجه ايكويشن اوف اكس اوف سيمتري، خلاص هي دي 0 اند 4، واحنا عارفين مع بعض ان الايكويشن هي الاكس، يبقى الاكس ايكوال 0. تاني حاجه برضو عايزنا اجيب الماكسيمم فاليو اللي هي الواي، الفاليو بتاعتنا ايكوالز 4. طب دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ هو بيقول لك ماكسيمم. طب ايه الحل؟ عرفت منين؟ عشان هي ايه؟ الكيرف بتاعي مفتوح ايه؟ مفتوح لتحت. تمام؟ ده كده ايه سؤال. تعال نشوف جزء تاني كده مع بعض. تعال نخش بقى على شويه حاجات ام سي كيو مالتيبل تشويس. طيب هنا بيقول ايه؟ مش مرتاحش. هنا يا شباب بيقول ايه؟ The relation R equals 1 3 2 5 4 3 represent the function then its range. عايز نجيب الرينج. احنا قلنا الرينج اللي رايح له السهم. السهم رايح من ال1 ل 3، يبقى الرينج بتاعنا فيه 3 وكمان 5 3 5 and 3، يبقى الرينج بتاعنا يبقى عباره عن كام؟ 3 5 and 3. بس طبعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده خلصنا الاسئله على الجزء دوت يا شباب اللي هي بتيجي سي كويشنز. تعال نخش على التشوز. هنا بيقول ايه؟ if the relation r equals 1 3 2 5 4 3 represent the function as a function then its range. الرينج اللي هو السكند بروجيكشن، دي في الرينج ودي في الرينج ودي في الرينج، يعني الرينج بتاعي هكتب 3 و5. طب هنا في 3 اكتبها تاني؟ لا، each element بيتكتب مره ايه؟ مره واحده بس، يبقى كانها 3 وايه؟ 3 و5. طيب نمبر ايه؟ كويشن نمبر 2 بيقول ذا فانكشن الاف وير اف اكس ايكوالز 9، دي اسمها كونستانت فانكشن. يعني ايه كونستانت فانكشن؟ يعني ما بتتغيرش. يعني هنا بيقول لك الاف اكس ايكوالز 9، طب والاف 2 برضه ب 9، طب والاف 3 برضه ب 9، طب والاف 4 ده برضه ب 9. طب هنا بيقول لك ايه؟ represents graphically by a straight line passing through the point. الاكس ب 7، طب والواي ب 9. ليه ب 9؟ لانها مش هتتغير او لانها كونستانت فانكشن. طب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ لو الاف اوف اكس ايكوالز 5، خد بالك دي برضه كونستانت فانكشن. 3 تايمز يعني كانها 3 ملتبلاي الاف اوف نيجاتيف 5. هو انا دلوقتي المفروض بشيل الاكس اللي هنا واكتب مكانها نيجاتيف 5، بس دي كونستانت فهتفضل زي ما هي 5. 3 باي 5 ايكوالز كام؟ 15. نفس السؤال برضه على الكونستانت فانكشن. الاف اوف اكس ايكوال 5، then اف اوف 5 دي كونستانت تطلع ب 5 بلس اف اوف نيجاتيف 5 برضه ب 5، اف اوف 2 يبقى 5، اف اوف نيجاتيف 2 ب 5 برضه. 5 بلس 5 10، 10 اوفر 10 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. طيب برضه نفس الكلام، دي اسمها كونستانت فانكشن. لو انت زي ما انت شايف كده انا مجمع كل الافكار، كل الافكار اللي جت في الامتحانات على كل الاسم. الاف اوف 4، الاف اوف اكس ايكوالز 4، الاف اوف 2 والاف اوف 3 ايه علاقتهم ببعض؟ ايكوال، عشان هما الاثنين اسمهم ايه؟ كونستانت ايه؟ فانكشن. طيب تعال نشوف الايه الاكسرسايز اللي جاي بعد كده. الجزء ده يا شباب بقى على اللينير فانكشن. اللينير فانكشن بيكون فيها شغل شويه. بصوا يا شباب هنا بيقول ايه؟ لو الاف فروم ار تو ار وير ان الاف اوف اكس ايكوالز 4 ماينس اكس، الاف اوف نيجاتيف 4، انا بعمل ايه؟ كل اكس تقابلنا اشيلها واكتب مكانها البراكت ده. يعني هكتب كده دي 4 ماينس، شيل الاكس واكتب مكانها نيجاتيف 4، حطها في الكالك. 4 ماينس نيجاتيف 4 تطلع بكام؟ ب 8. نفس الكلام هنا اف 2 7، طبعا دي بتعبر عن الاكس، وال7 الواي. بس يا مستر احنا ما عندناش واي. لا احنا عندنا واي اللي هي الاف اوف اكس، يبقى انا اشيل اف اوف اكس واكتب مكانها 7 ايكوالز a تايمز x، يعني a تايمز ال 2 ماينس 5، تبقى دي كانها في الاخر 7 ايكوالز 2 تايمز a ب 2a نيجاتيف 5، ودي ال 5 بعكس الساين يبقى 2a ايكوالز 7 بلس 5 12. اعمل ديفايدنج لل 2 يبقى الاكس ايكوالز a ايكوالز كام؟ ب 6. نفس السؤال بالظبط، هو الاف اوف اكس ايكوال اكس بلس a. طب اف اوف 2 دي بتتكتب مكان الاكس وفي الاخر ايكوال 5، يعني شيل اكس دي واكتب مكانها 2 بلس الاي تطلع ايكوال 5. عشان اجيب الاي هودي ال2 الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى الاي بتاعتنا ايكوال كام؟ ايكوال 3. ذا فانكشن الاف اوف اكس ايكوال اكس بلس 2 انترسكتس الواي اكسس.
كلمه انترسكس واي اكسس ده لما اجي اكتبها ككوردينيت الاكس بزيرو. طب انت شيل الاكس واكتب مكانها 0 بلس 2 تطلع ب 2 يبقى البوينت بتاعتنا تبقى 0 اند ايه؟ اند 2. طب كويشن بعد كده بيقول ايه؟ اف 2 كي احنا عرفنا خلاص دي بتعبر عن الاكس ودي بتعبر عن الواي، يبقى شيل الواي اللي هي الاف اوف اكس اكتب مكانها كي ايكوالز شيل الاكس واكتب مكانها 2 بلس 3. طب 2 بلس 3 ايكوالز كام في الاخر؟ ايكوالز ايه؟ ايكوالز 5. تعال نشوف بعد كده معناه ايه تاني. هنا بقى ده جزء على الكوادراتيك فانكشن. بيقول ايه؟ if f of x equal x power 2 and x هنا بيقول ايه؟ ال f of x equal x power 2 وال x belong to closed interval negative 2 and 3 then ال f of x equals كام؟ belong to كام؟ دي معناها ايه؟ معناها ان انت بتعمل substitution بتعوض. فك النمبرز دي كلها، الانترفال دي تبدا بنيجاتيف 2 بعد كده نيجاتيف 1 بعد كده 0 بعد كده 1 2 3. هي هنا الاف عباره عن اكس باور 2 فانت هتعمل دي باور 2 تطلع ب 4 وتعمل ده باور 2 يطلع ب 1 ده باور 2 يطلع ب 0 1 باور 2 ب 1 2 باور 2 ب 4 3 باور 2 بكام؟ ب 9. فانا لما باجي اجيب الانترفال بتاعتي باخد السمولست نمبر والبيجست 1 تبقى belong to 0 and 9. The function f of x is from dot degree. الديجري بتاعتنا يا شباب بتاخد الهايست باور، بس لما يكون عندك براكت لازم تفك البراكت الاول. طب انا عندي هنا بره البراكت اكس باور 1 وجوه البراكت برضو اكس باور 1 فلما اجي اعملهم بلس مع بعض يطلعوا اكس باور 2 يبقى from second degree. هنا اكسرسايز برضو على الكوادراتيك فانكشن بيقول لي ايه؟ لو الاف اوف اكس عباره عن اكس باور 2 ماينس اكس بلس 3 الاف اوف نيجاتيف 2 اجيبها ازاي؟ انت بتعمل سبستيوشن بتشيل كل اكس وتكتب مكانها نيجاتيف 2 كنسل دي واكتب مكانها نيجاتيف 2 باور 2 ماينس نيجاتيف 2 جوه براكت بلس 3 تحطها في الكالك او تعملها بدماغك دي تطلع ب 4 بلس 2 بلس 3 4 بلس 2 ب 6 بلس 3 تطلع بكام؟ تطلع ب 9. تمام؟ هنا برضو نفس الكلام the function ال f of x where ان ال x minus 5 all power 2 plus 7x is polynomial of dot degree. طبعا لما اجيب الديجري بتاعت الفانكشن لازم افك البراكت. واحد يقول لي يا مستر ده هنا اكس باور 1 اقول لك لا هي الاكس دي بتاخد الباور بتاعت البراكت يعني هنا اكس باور 2 وهنا 7 اكس باور 1 فاحنا عشان نجيب الديجري بناخد الهايست باور تبقى برضه فروم ايه؟ سكند ديجري. تعالى كده نكمل مع بعض ونشوف اللي جاي معانا ايه. طيب احنا كده خلصنا ايه يا شباب؟ خلصنا الكارتيزيان برودكت وخدنا الريليشن والفانكشن وخدنا الايه؟ البولينوميال فانكشنز. تعال نخش على الجزء اللي جاي بعد كده حاجه اسمها الريشيو والبروبورشن. هنا بيقول ايه؟ find the positive number which if its square is add to antecedent of the ratio 3 to 8 وكمان and its square is subtracted from the consequent then the ratio becomes 7 to 4. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده نقول بسم الله ونفتكر مع بعض الريشيو والبروبورشن. احنا عندنا في ريشيو اساسيه بالنسبه لنا. الريشيو الاساسيه بتاعتنا اللي هي 3 اوفر 8 دي اهي فانا بحولها ل 3 اوفر 8. كلنا عارفين ان اللي فوق ده اسمه antecedent واللي تحت اسمه consequent. طيب تعالى بيقول ايه؟ find the positive number. النمبر انا مش عارف فانا بسميه اكس. طب ايه حكايه البوزيتيف دي؟ يعني لو طلع بوزيتيف ونيجاتيف انا بقول له النيجاتيف ده ريفيوز انا بختار البوزيتيف بتاعي لان هو قايل لي. طيب which if its square يعني لو النمبر اكس كلنا عارفين بقى السكوير هيبقى اكس باور 2 is add to antecedent. يعني ايه؟ كلمه add يعني انا هعمل له بلس هعمل بلس للاكس باور 2 مع مين؟ مع الانتسيدنت اللي هو كان اسمه كام؟ 3 يبقى كانها 3 بلس اكس باور 2 اوفر 8 ماينس او 8 تعال نشوف and it's subtracted يعني ماينس from its consequent. طب احنا يا مستر نعمل subtract لمين؟ للسكوير برضه يبقى هنا اكس باور 2 becomes يعني الريشيو الجديده تبقى عباره عن 3 اوفر 7 اوفر 4. طب الخطوه الجايه بقى بنعمل ايه يا شباب؟ بنعمل كروس مالتيبليكيشن. هنعمل ال 7 ملتبلاي البراكت اللي هو اللي فيه 8 ماينس اكس باور 2 وال 4 ملتبلاي البراكت اللي فوق. طب ما تيجي نكتب كده. اول حاجه بكتب ال 4 وافتح براكت. البراكت دوت اللي هو 3 بلس اكس باور 2 ايكوالز ال 7 واوبن براكت تاني ال 8 ماينس اكس باور 2. فك البراكت بتاعك 4 باي 3 تبقى ب 12 وال 4 باي اكس باور 2 تطلع 4 اكس باور 2.
7 بلس 7 تايمز ال 8 تطلع بكام؟ 56. 7 باي نيجاتيف اكس تطلع نيجاتيف 7 اكس باور 2. طب الخطوه الجايه بعمل ايه؟ بجمع الاكسات مع بعض واجمع النمبرز مع بعض. ال 7 اكس دي بالنيجاتيف اكتبها هنا بالبوزيتيف، وال 12 دي بالبوزيتيف اكتبها هنا بالنيجاتيف. دي تطلع 11 اكس باور 2 ايكوالز 56 ماينس 12 تطلع بكام؟ 44. طب انا عشان اجيب الاكس باور 2 لازم اعمل سولفنج الايكويشن بتاعتنا. اول حاجه نعمل ديفايدنج ل 11، يبقى الاكس باور 2 ايكوالز 4. انا دلوقتي عشان اجيب الاكس هقول حطها تحت الروت، روت ال 4. طبعا روت ال 4 يطلع بوزيتيف ونيجاتيف 2. يبقى انا عندي الاكس بتاعتنا ليها تو كيسز، يا اما الاكس ايكوالز نيجاتيف 2 ده ريفيوزد. ليه ريفيوزد؟ لان هو بيقول لي فايند ذا بوزيتيف ايه نمبر، يبقى الاكس بتاعتنا ايكوال 2. والسؤال ده يا شباب ما فيهوش سوليوشن سيت، هقول له ذا نمبر از 2. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض زي ما انت شايف كده، دي الانسر بتاعتنا. شوف اكسرسايز تاني. هنا برضو بيقول ايه؟ 2 انتجرز. يعني ايه 2 انتجرز؟ يعني انا عندي 2 نمبرز الريشيو between them is 3 to 7 and if 5 is subtracted from each of them the ratio between them becomes 1 to 3. يعني ايه الكلام ده؟ المره اللي فاتت كان بيقول لي نمبر واحد فانا سميته اكس. طب انا عندي هنا 2 نمبرز هسميهم اكس وواي؟ طبعا لا. ليه؟ لان هو بيقول لي الريشيو بتاعتهم 3 to 7. يعني الفيرست نمبر كان 3 والسكند كان 7. لا مش الكلام ده مش صح. ليه بقى؟ لان دي اسمها ريشيو، فالفيرست نمبر ممكن يكون 30 والتاني 70. لما عملنا لها سمبليفاي تطلع ب 3 اوفر 7. ممكن تبقى 6 اوفر 14 تطلع برضه 3 اوفر 7. فانا علشان مش عارف هو اصل النمبر بتاعنا كان بكام، ما تتعبش نفسك. في ريشيو يبقى تزود هنا اكس وتزود هنا اكس. يبقى انا عندي التو نمبرز بتوعنا هقول له ان الفيرست نمبر هنسميه 3 اكس والسكند نمبر هنسميه 7 اكس. خلاص يبقى انا هعمل الريشيو بتاعتي بقى هنا 3 اكس وهنا كمان 7 اكس becomes 1 over 4. طب انا هعمل ايه عشان اخليها 1 over 4؟ قال لك ايه؟ and if 5 is subtracted from each of them. يعني انا هعمل هنا ماينس لل 5 وهنا كمان ماينس لل 5. احط دي جوه براكت ودي كمان جوه براكت واعمل الكروس مالتيبليكيشن. يبقى انا عندي هنا 4 تايمز 3x minus 5 equals الناحية التانية 1 times 7x minus ايه؟ minus 5. فك البراكتس بتاعتك. 4 times 3 ب 12x 4 times negative 5 ب negative 20 equal 1 by 7 7x 1 by negative 5 تبقى negative 5. هنعمل ايه؟ هنجمع الاكس مع الاكس والنمبر مع النمبر. 7x دي بالبوزيتيف اكتبها هنا بالنيجاتيف، 20 دي بالنيجاتيف اكتبها تحت ال 5 بالبوزيتيف وابدا اعمل سمبليفاي. 12 ماينس 7 تبقى 5x. هنا نيجاتيف 5 بلس 20 تبقى ايكوال 15. اعمل ديفايدد لل 5 تبقى الاكس ايكوال كام؟ 3. طب انا كده جبت الانسر؟ لا ده انا ما جبتش الانسر. ليه؟ لان هو عايز التو نمبرز مش عايز الاكس. الفيرست نمبر كان اسمه 3x، يبقى انا هقول له كده الفيرست كان 3x. طب هي الاكس احنا جبناها بكام؟ ب 3، يبقى اقول له الفيرست هيبقى عباره عن 3 باي 3 تبقى ايكوالز 9. طب والسكند نمبر كان عباره عن كام؟ 7x، يعني 7 تايمز 3 تطلع بكام؟ ب 21. كده احنا جبنا التو نمبرز بتوعنا اللي هو كان عايزهم. تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو على الريشيو او البروبورشن ونشوف معانا ايه بعد كده. طب دلوقتي يا شباب احنا هنخش على حاجه تانية، حاجه اسمها البروبورشن. وكل الناس طبعا عارفين اسئله البروبورشن، في منها الصعب وفي منها السهل، ودايما بتيجي الاسئله المبسطه ان شاء الله اللي انت تعرف تجيب منها درجات كويسه جدا. هنا بيقول ايه؟ لو انا عندي ال a over 3 equals b over 4 equals c over 5 find the value of a 2b minus c over 3a minus 2b plus c. طب احنا هنعمل ايه؟ كنا احنا بناخد ال a over 3 equal b over 4 equal c over 5 equals m. يبقى انا عندي هنا هجيب الفاليو بتاعت السي ايكوالز 5m زي ما انت عارف السي 5m الفوق البي 4m الاي 3m. يبقى انا عندي البي تبقى ايكوال 4m والاي ايكوال 3m. هو بيقول find the value of عندي هنا 2b minus c 3a minus 2b plus c. انت هتعمل ايه؟ مجرد هتعمل substitution هتعوض.
2b معناها 2 تايمز 4m ماينس c اللي هي 5m اوفر a عباره عن 3m يعني 3 ملتبلاي 3m ماينس 2b يعني 2 تايمز 4m بلس السي اللي هي ال 5m وابدا اعمل سبستيوشن. طبعا يا اما تعملها بالكالك، طبعا عندي 2 باي 4 ايكوالز 8 ماينس 5 تبقى 3m اوفر 2 باي 3 باي 3 ايكوالز 9 2 باي 4 ايكوالز 8 9 ماينس 8 ب 1 بلس 5 تبقى ايكوال 6m الام تتكنسل مع الام وتعمل سمبليفاي بالكالك تطلع بكام؟ تطلع بهاف. تمام؟ ده كده ايه اول اكسرسايز في البروبورشن. تعال ناخد اكسرسايز تاني كده مع بعض. نفس الفكره بقى بالظبط، بس هو هنا المره دي جايب لك ايه؟ x اوفر واي ايكوال 2 اوفر 3. انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان الاكس ايكوال كام؟ ايكوال ايه؟ ايكوال 2 لا 2m. يبقى الاكس ايكوال 2m والواي ايكوال 3m. ابدا اعمل سبستيوشن تبقى 3 تايمز 2m بلس 2 ملتبلاي الواي ب 3m اوفر 6 تايمز الواي يعني 6 تايمز 3m ماينس الاكس اللي هي كانت ب 2m. طب افك النمبرز بتاعتنا 3 باي 2 ايكوال 6 و2 باي 3 ايكوال 6 6 بلس 6 تبقى 12m 6 باي 3 تبقى ايكوال 18 ماينس 2 تبقى 16m. طبعا الام تمشي مع الام ودي لما تكتبها في الكالك تطلع ب 3 اوفر 4. تمام؟ دي كده فكره ثانيه على البروبورشن. تعال ناخد اكسرسايز ثاني. نفس الكلام بقى بالظبط زي ما انت شايف انا جايب لك الافكار المتنوعه الحاجات المختلفه عن بعض. هنا جايب لك ايه برضو نفس السؤال بس بشكل تاني. هنا بيقول ايه بقى يا شباب؟ لو انا عندي ال 5a equal 4b then find the value of 2a plus b over 4a plus 2b in the simplest form. طب انا دلوقتي عايز اعرف اجيب الايه واجيب البي. هنا يا شباب الايه تبقى equal 4m زي ما احنا عارفين ان الايه equal 4 والبي equal 5 والبي تبقى equals 5m. هو عايزنا نجيب الفاليو اوف 2a يبقى كانها 2 تايمز شيل الاي واكتب مكانها 4m بلس شيل البي واكتب مكانها 5m اوفر 4a يعني 4 ملتبلاي 4m بلس 2 ملتبلاي البي اللي هي 5m وابدا اشتغل عادي جدا. 2 باي 4 تبقى ايكوال 8m هنا 8 بلس 5 تطلع ب 13m اوفر 4 باي 4 ب 16 2 باي 5 تبقى ب 10 16 بلس 10 تطلع بكام؟ 26m ودي تتكنسل مع دي يتفضل عندك 13 اوفر 26 تطلع في الكالك الجميله بتاعتك بكام؟ بهاف. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني. هنا في الاكسرسايز ده بيقول ايه؟ بيقول if x minus 2y over x plus 3y equals half find the value of y of x. لازم تفك الاشتباك. لازم تجيب x equal y او 2x equal 3y عشان تعرف تجيب الفاليو بتاعت كل واحده فيهم. فاحنا اول حاجه بنعملها يا شباب في الاكسرسايز ده بنعمل ايه؟ بنخلص من الفراكشنز. هعمل دي كده جوه براكت ودي كمان جوه براكت واعمل كروس مالتيبليكيشن 2 ملتبلاي البراكت اللي فوق يبقى 2 تفتح براكت x minus 2y equals 1 وتفتح براكت x plus 3y 2 باي x تطلع ب 2x 2 باي نيجاتيف 2 تطلع ب 4y 1 باي x تطلع ب 1x 1 باي 3 تطلع ب 3y. طب الخطوه الجايه بعمل ايه؟ اجمع الاكس مع بعض واجمع الواي مع بعض. هنجيب الاكس عند الاكس والواي عند الواي. طب ده بوزيتيف اكس يروح هنا بالنيجاتيف اكس ودي نيجاتيف 4y تروح رايحه هنا بوزيتيف 4y. طيب 2x ماينس x تطلع ب 1x ايكوال 3 بلس 4 تطلع ب 7y. هو عايز يجيب الواي اوفر الاكس. طب الواي ايكوال كام؟ الواي هنا رقمها الناحيه الثانيه النمبر بتاع الناحيه الثانيه الواي ايكوالز 1. طب والاكس ايكوال كام؟ ايكوال 7. يبقى الواي اوفر اكس ايكوالز كام؟ 1 اوفر 7. تعال نكمل اكسرسايز تاني كده مع بعض. برضو نفس الكلام بالظبط عايزك تجيب البي اوفر ايه. تعال نشرحها تاني عشان دي ممكن تكون بتلخبط ناس كتير ودي فكره برضو ممكن تيجي في امتحان. هنعمل كده 2 براكتس وهنا كمان 2 براكتس نعمل كروس مالتيبليكيشن 4 باي ده و3 باي ده. يبقى هعمل كده 4 تايمز 2a ماينس البي ايكوال 3 ملتبلاي a بلس 3b ونفك البراكت 4 باي 2 تطلع بكام؟ ب 8a ماينس 4 باي a b تطلع نيجاتيف 4b ايكوال 3 باي a تطلع ب 3a بلس 9b
برضو نفس الكلام، هجمع الاي مع الاي واجمع البي مع البي. هنا عندي بوزيتيف 3 a تروح رايحه هنا بالنيجاتيف. طب دي نيجاتيف 4 b تروح رايحه هنا بالبوزيتيف. 8 ماينس 3 تبقى 5 a. 9 بلس 4 تبقى 13 b. هو عايز يجيب البي اوفر الاي. طب البي اوفر الاي، البي كانت بكام يا شباب؟ البي 5 اوفر الاي اللي هي كانت بكام؟ ب 13. تمام؟ ده كده برضو اكسرسايز تاني على نفس الفكره. تعال نشوف فكره تانيه كده مع بعض. هنا بقى السؤال اللي انت بتلاقيه في كل الاكسرسايز ده كان على الفيفث بروبرتي اللي هي كانت الرخمه جدا والصعبه جدا، بس احنا هنحله ان شاء الله بطريقه مبسطه باذن الله وهتعرف تفهم وتجيب الدرجه بتاعتك. هنا يا شباب بيقول ايه بقى؟ لو انت عندك الاكس اوفر 3 ايكوال واي اوفر 2 ايكوال زد اوفر ايه اوفر 5. طبعا كل الكلام ده هخليه ايكوال ام. يبقى انا من هنا هفهم ان الزد ايكوالز 5 ام والواي ايكوالز 2 ام والاكس ايكوال 3 ام. خلاص؟ وابدا اعمل سبستيوشن. بس هنا هعمل ايه يا مستر؟ هتعمل ده كله برضو ايكوالز 5 كي ام. يبقى هقول كده ان انا عندي 3 اكس ماينس 2 واي بلس 5 زد ايكوالز 5 كي ام. لان احنا متعودين ان احنا بنجيب كل واحده مع اللي تحتها. الزد ايكوال 5 ام، الواي ايكوال 2 ام، الاكس ايكوال 3 ام، وده كمان ايكوال 5 كي ام. تمام؟ تعالى بقى نبدا نشتغل هنا. هعمل سبستيوشن. الاكس بكام؟ ب 3، يبقى 3 تايمز 3 ام ماينس 2 تايمز الواي بتاعتنا كانت ب 2 ام بلس 5 ملتبلاي الزد، الزد اللي هي كانت ب 5 ام ايكوالز 5 كي ام. طب ابدا اعمل سبستيوشن واعمل سمبليفاي. 3 باي 3 ب 9 يبقى 9 ام ماينس 2 باي 2 ايكوال 4 ام بلس 5 باي 5 بقى 25 ام ايكوالز 5 كي ام. جمع النمبرز بتاعتك. 9 ماينس 4 ايكوالز 5، 5 بلس 25 تبقى 30 ام ايكوالز 5 كي ام. طبعا الام تتكنسل مع الام يبقى ال 30 ايكوالز 5 كي. عشان تجيب الفاليو بتاعت الكي هتعمل ديفايدد ال 5 يبقى الكي بتاعتنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 6. تعال نشوف اكسرسايز تاني على نفس الفكره. نفس الفكره هنا يا شباب بس بشكل تاني. برضه نفس الكلام انا عندي هتبقى الزد ايكوالز 6 ام، الواي ايكوالز 4 ام، الاكس ايكوال 3 ام. طبعا احنا عارفين ان الكلام ده كله اللي هو الزد ماينس 2 واي بلس 4 اكس ايكوال كي بلس 5 جوه براكت ملتبلاي الام. طب نبدا نعمل سبستيوشن. هنشيل الزد بتاعتنا ونكتب مكانها 6 ام ماينس 2 شيل الواي، الواي بكام؟ ب 4 ام يبقى باي 4 ام بلس 4 شيل الاكس واكتب مكانها كام؟ 3 ام ايكوال كي بلس 5 جوه براكت. حافظ على البراكت عشان الام. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ دي 6 ام 2 باي 4 ايكوالز 8 ام بلس 4 باي 3 ب 12 ام ايكوالز كي بلس 5 ام. طيب تعال نكمل. 6 ماينس 8 بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بلس 12 تطلع بكام؟ ب 10 ام ايكوالز كي بلس 5 ام. الام تتكنسل مع الام. اتفضل عندك الكي بلس ال 5 ايكوالز 10. انا عكست، كتبت الكي بلس ال 5 الاول قبل ال 10. يبقى دي تروح بعكس الساين يبقى الكي بتاعتنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 5. تمام؟ ده كده سؤال. تعال نشوف سؤال تاني. خش بقى يا شباب على فكره تانيه بتاعه الاي والبي والسي اند دي ار بروبورشنال كوانتيتيز. طبعا البروبورشن كوانتيتي احنا البروبورشن عندنا في منه تو تايبس، بروبورشنال عادي وحاجه اسمها الكونتينيود بروبورشن. طبعا السؤال ده البروبورشن عادي، بس قبل ما نشرح بس تعالى نفتكر مع بعض مين هو العادي ومين هو الكونتينيود. العادي زي السؤال بتاعنا دوت بنكتب ايه؟ بنكتب A اوفر B ايكوال C اوفر D ايكوال M، كل واحده مع اللي تحتها يبقى C ايكوال DM والA ايكوال BM. اما لو كان كونتينيود انا بعرفه منين؟ هو بيقول ان هو كونتينيود. بكتب A اوفر B ايكوال B اوفر C ايكوال C اوفر D ايكوال M. بكتب كل الاليمنت بتاعتي او كل الكوانتيتي بتاعتنا مع الدي يبقى السي ايكوال دي ام، البي هتبقى ايكوال دي ام بس دي ام باور 2، والاي هتبقى ايكوال دي ام باور 3.
طبعا الكونتينيود بروبورشن ممكن يجي يقول ايه؟ يجيب لي 3 كوانتيتيز بس زي ما احنا هنشوف مع بعض في الاكسرسايز. طيب تعال نشوف الاكسرسايز بتاعنا ده كده ونبدا نحله مع بعض. هنا بيقول ان الاي بي سي اند دي ار بروبورشنال. هل قال كونتينيود؟ لا ما قالش كونتينيود، يبقى انا هكتب A اوفر B ايكوال C اوفر D ايكوال M، واجيب الفاليو بتاعت السي تبقى ايكوال دي ام والاي ايكوال بي ام. طيب خلاص انا كده جبت الفاليو بتاعتنا. طبعا احنا عارفين ان قبل الايكوال بنسميه ليفت هاند سايد، واللي بعد الايكوال بنسميه رايت هاند سايد، ونبدا نشتغل ونعمل سبستيوشن. انا عندي الليفت هاند سايد كان اسمه ايه؟ اسمه A بلس B اوفر C بلس D. ابدا اعمل سبستيوشن، شيل الاي واكتب مكانها مين؟ اكتب مكانها بي ام بلس البي، شيل السي واكتب مكانها دي ام بلس الدي. دلوقتي الخطوه الجايه اللي احنا كنا بنعملها يا شباب، كنا بناخد الكومن فاكتور. مين هو الكومن فاكتور هنا؟ مين المشترك؟ البي. فانت بتاخد بي وتفتح براكت. خدنا البي تسيب مكانها ام بلس، خدنا البي مفيش حاجه تسيب مكانها 1. داون برضو نفس الكلام، هتلاقي الكومن فاكتور بتاعنا اسمه دي وتفتح براكت جديده، هتاخد الدي تسيب مكانها ام بلس، تاخد الدي تسيب مكانها 1. طب الخطوه الجايه بعمل ايه؟ بعمل سمبليفاي، هتلاقي البراكت ده هو البراكت ده، يطلع في الاخر بي اوفر دي. دلوقتي انا هبص على الرايت هاند سايد، هل الليفت هاند سايد طلع زي الرايت هاند سايد؟ اه طلع هو خلاص مش هشتغل. يبقى انا هقول له ايه؟ ده الليفت هاند سايد ايكوالز ايه؟ رايت هاند سايد، او اقول له التو سايدز ار ايكوال. تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي بعد كده. نفس السؤال بالظبط، هو نفس الكلام بس مع اختلاف المطلوب او الريكوايرد عندنا. بيقول ايه؟ if A B C and D are proportional. طب هو قال proportional، قال continued؟ لا يبقى proportional عادي، A over B C over D. خلاص؟ طيب تعال نكتب كده الحاجات بتاعتنا كده. A over B equal C over D. دي التو ريشيوز بتاعتنا ايكوال ايكوال ام، يبقى السي ايكوال دي ام والاي ايكوال بي ام. خلاص جميل جدا جدا. احنا بقى هناخد الليفت هاند سايد نشتغل فيه ونشوف الفاليو بتاعته تطلع بكام في الاخر. هي دي 3A، يعني هكتب 3، شيل الاي واكتب مكانها بي ام ماينس 2C، يعني تكتب 2 مكان السي تكتب دي ام، داون عندك 3B ماينس 2 دي. طب نبدا ناخد الكومن فاكتور اللي فوق، المشترك اللي فوق عندي ام، وافتح براكت تاني. يبقى انا عندي هنا 3b ماينس 2 دي، وعندي تحت 3b ماينس 2 دي. بص كده هتلاقي البراكت اللي فوق زي اللي تحت لازم يتكنسلوا مع بعض، يطلع في الاخر عندي ايكوال كام؟ ايكوال ام. طيب ده كده الليفت هاند سايد. تعالى بقى نجيب الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد هنبدا برضو نعمل سبستيوشن، لازم يطلع في الاخر ايكوال ام. هو بادئ عندي 5A، فانا هكتب 5BM. بعد كده عندك بلس 3C يعني 3DM، دون عندي 5B بلس 3D. هناخد من فوق المشترك كومن فاكتور اهو، يتفضل عندي 5B بلس 3D. هتلاقي تحت عندك 5B بلس 3D برضو، ده يتكنسل مع ده، يتفضل في الاخر ايه؟ ام. شايف كده؟ طلعت هنا ام وهنا ام، هقول له التو سايدز ار ايكوال، او ممكن اريح نفسي اقول له ايه؟ الليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد. خلاص؟ طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي بعد كده. زي ما انت شايف كده الاكسرسايز حليناه، تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي معانا. هنا بيقول يا شباب بقى if B is the middle proportion. يعني ايه البي middle proportion؟ between A and C. يعني انا عندي A B C. طب انا عندي هنا 3 quantities، طالما 3 quantities وقال لك middle proportion يبقى هو continued. اللي في النص بيتكرر، الميدل بيتكرر. لما اكتبها هقول له ال A over ال B equal B over ال C equal M. يبقى ال B equal CM. تمام صح، ال B equal CM. طب وال A؟ ال A equal BM؟ لا، طالما continued يبقى ال A equal CM بس باور 2. تمام؟ طب دلوقتي هنعمل ايه؟ نشتغل في الليفت هاند سايد اللي هو كان اسمه ايه؟ A بلس B اوفر B بلس C. طب نبدا نعمل سبستيوشن، شيل ال A واكتب مكانها CM باور 2 بلس
شيل البي واكتب مكانها سي ام اوفر البي عباره عن سي ام بلس السي. خد المشترك اللي فوق الكومن فاكتور، هتلاقي عندك السي كومن تاخد السي. عندك هنا M2 M1 بتاخد السمولست باور اصغر باور اللي هي الام، تفتح براكت جديد. اتفضل عندي M بلس 1 اوفر، طبعا خدنا السي خلاص مشي، M2 خدنا M اتفضل M، والسي والام لما ناخدهم مفيش حاجه، المهم اتفضل 1. داون عندي برضو الكومن فاكتور هو السي، وافتح براكت جديد. لما ناخد السي يتفضل ام، لما ناخد السي تسيب مكانها كام؟ 1. تمام؟ دلوقتي ابدا اعمل سمبليفاي، اعمل ريديوسنج، السي تتكنسل مع السي، ام بلس 1 مع ام بلس 1 يطلع في الاخر كام؟ يطلع ام. خلاص؟ الليفت هاند سايد طلع ام، دلوقتي عايز اجيب الرايت هاند سايد، لازم يطلع نفس الفاليو. الرايت هاند سايد اللي هو كان اسمه A اوفر B. طب يا مستر الاي كانت اسمها سي ام باور 2 والبي اسمها سي ام، السي تتكنسل مع السي. هنا عندي ام باور 2 وهنا عندي ام باور 1، بنعمل سبتراكتنج للباور، يبقى يتفضل عندي ايه؟ عندي ام. يبقى اقول له كده ليفت هاند سايد ايكوالز ايه؟ رايت هاند سايد. خلاص؟ تعال نشوف ايه اكسرسايز تاني. هنا يا شباب بيقول ايه؟ بيقول البي از ذا موديل بروبورشن بتوين A اند C، نفس السؤال بالظبط. احنا هنكتب الاي اوفر بي ايكوال بي اوفر سي ايكوالز ام، يبقى البي بتاعتنا ايكوال سي ام والاي بتاعتنا تبقى ايكوال سي ام برضه. هجيب الليفت هاند سايد عندنا اهو، ليفت هاند سايد هيبقى عباره عن ايه؟ A بلس 2B اوفر B بلس 2C. طيب الاي بتاعتنا كانت عباره عن سي ام باور 2 بلس 2 بي. البي يا شباب احنا عارفين ان هي بسي ام اوفر البي برضو اللي هي عباره عن سي ام بلس السي. خلاص انت حفظت بقى، بتدور على الكومن فاكتور، هنا سي وهنا سي بتاخد سي كومن فاكتور، هنا ام 2 هنا ام 1 بتاخد السمولست باور وتفتح براكت. طب احنا خدنا السي مش هيتفضل حاجه، ام باور 2 خدنا ام يتفضل امايه بلس، خدنا السي والام يتفضل معايا 2 اوفر، هنا سي وهنا سي خدنا واحده خلاص ناخدها بره كومن بايه؟ كومن فاكتور. دايما بنسبه 80% 90% بتلاقي الايه؟ البراكت اللي فوق زي البراكت اللي تحت. هنا 2 سي يبقى ام بلس 2. طبعا هنعمل ريديوسنج، البراكت اللي فوق زي البراكت اللي فوق والسي هي السي، يتفضل في الاخر ايه؟ ام. ده كده بالنسبه لايه؟ للليفت هاند سايد. تعال نجيب بقى الرايت هاند سايد اللي هو كان اسمه ايه؟ A minus B over B minus C. ال A بتاعتنا كانت بكام؟ ال A عبارة عن C M باور 2 minus ال B اللي هي عبارة عن C M over C M minus C. خلاص انت عارف بقى الستبس بقت واحدة، بتعمل substitution وبتاخد الكومن فاكتور وتعمل simplify. هنا هتلاقي في C وفي C هتاخد السي كومن فاكتور. M2 M1 بناخد الصغيرة ونفتح براكت جديد. ام باور 2 خدنا ام يتفضل ام ماينس، خدنا السي والام يتفضل 1. طيب دون عندي سي وعندي سي خدناها بره، يتفضل ام ماينس 1. البراكت ده يتكنسل مع البراكت ده والسي تتكنسل مع السي، يتفضل عندي في الاخر ايه؟ ام. ساعتها بقول له بقى الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. خلاص ده كده بالنسبه لايه؟ للاكسرسايز دوت. على فكره الميدل بروبورشن عليه افكار كتير جدا وهتلاقيها كلها موجوده معانا دلوقتي. طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي ده. الاكسرسايز دوت يا شباب ادفانسد شويه، في فكره اعلى شويه من الافكار الثانيه. هنا بيقول ايه؟ بيقول if B is the middle proportion between ال A and C. طيب جميل، middle proportion انا عارف انها A over B equal B over C equal ال M. طيب يبقى انا عندي ال B equal CM وال A equal CM برضه. خلاص انا كده جبت ايه؟ جبت الريليشنز بتاعتنا. هقول الليفت هاند سايد اللي هو عباره عن A minus B over A minus C. ابدا اعمل سبستيوشن. A اللي هي عباره عن CM باور 2 minus B اللي هي CM over A اللي هي CM باور 2 minus السي. طب تعالى ناخد كومن فاكتور من اللي فوق. طبعا في الكومن فاكتور انا عندي سي وعندي ام، فانا باخد الكومن، هاخد السي ام وافتح براكت جديد. سي خدناها، ام 2 خدنا واحده يتفضل واحده، ماينس خدنا السي والام يتفضل 1.
اوفر هنا عندي الكومن فاكتور بتاع سي، يتفضل ام باور 2 ماينس 1. طبعا ده هيتكنسل مع ده، يتفضل عندي في الاخر ايه يا شباب؟ ايكوال ام ماينس 1 اوفر ام باور 2 ماينس 1. ايه ده يا مستر ده؟ دي كده الفورم بتاعتنا. سيبها شويه، سيبها وتعالى نرجع لها بعد شويه عشان اعرفك بس ان انت ايه، امتى تبدا تفكر بشكل مختلف عن كل الايه الاكسرسايز اللي فات. هنا ده ظهر عندنا ايه السمبلست فورم او الليفت هاند سايد بالشكل ده. تعالى ناخد الرايت هاند سايد ار اتش اس. هنا بيقول ايه؟ البي اوفر بي بلس سي. طيب البي معروفه ان هي سي ام، وهنا برضو سي ام بلس السي. فوق مفيش كومان فاكتور لكن انا هسيبه زي ما هو. دون عندي السي يتفضل ام بلس ال1. ده يتكنسل مع ده يبقى في الاخر ام اوفر ام بلس ال1. ايه ده يا مستر ده؟ ده ما طلعوش شبه بعض. فعلا مش شبه بعض. طب اعمل ايه؟ ابدا بقى فكر بشكل تاني. هنرجع لبريب 2 الجزء بتاع الفاكتورايزنج ده، عشان كده ادفانسد ديفيد جوي. طب احنا هنعمل ايه؟ اللي فوق زي ما هو ماليش دعوه بيه، لكن دوت ام باور 2 ماينس 1 كنا ممكن نعمل لها فاكتورايز في بريب 2. افكر الناس ام باور 2 يبقى ام وام، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، هنا 1 وهنا 1. افتكرت معايا؟ نبدا نعمل سمبليفاي. هتلاقي الام ماينس 1 تتكنسل مع الام ماينس 1، يبقى انا عندي في الاخر ام اوفر ام بلس 1. ايه ده؟ هل الكلام ده اللي طلع في رايت هاند سايد؟ هو فهمت؟ يبقى انت ممكن برضو يجيب لك حاجه ادفانسد شويه، انت ما تقفش قدامها، فكر واهدى وما تستعجلش. ساعتها هقول لي ايه؟ هقول ان الليفت هاند سايد ايكوال ايه؟ رايت هاند سايد. خلاص؟ طيب تعال نكمل مع بعض كده. بقيه الاكسرسايز الثانيه يا شباب ممكن تكون صعبه شويه، لكن الحمد لله احنا متدربين عليها في الشغل بتاعنا وكل الناس عارفه بتحل ازاي. هنا بيقول ايه بقى؟ if B is the middle proportion between A and C prove that A power 2 over B power 2 plus B power 2 plus C over C power 2 equal to A over C. ايه الكلام ده؟ حليناها قبل كده مع بعض واحنا بنشرح. تعال نكتب بقى كده. طبعا B middle proportion خلاص انا حافظ، يبقى A over B equal B over C equal M. يبقى البي عباره عن سي ام والاي عباره عن سي ام برضه. تمام؟ بس انت بص اضرب بعينك كده، ده هو هنا عايز ايه باور 2 وبي باور 2. طب اعمل ايه؟ زي ما اتعلمنا مع بعض بقى. البي باور 2 هحط هنا عند البي ايكوال سي ام، هحط هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. يبقى البي باور 2 عباره عن سي باور 2 ام باور 2. طب انا عايز اجيب ايه باور 2، برضه نفس الكلام، احط هنا 2. طب ما هنا يا مستر كان في 2، هنعمل 2 باي 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. خلاص؟ وابدا اشتغل في الليفت هاند سايد. ليفت هاند سايد كان عباره عن A باور 2 اوفر B باور 2 بلس B باور 2 اوفر C باور 2. ابدا اعمل سبستيوشن. A باور 2 اهي عباره عن C2M4 ايكوال C باور 2 M باور 4 اوفر C باور 2 M باور 2 بلس البي باور 2 عباره عن كام؟ C باور 2 M باور 2 اوفر السي باور 2. ابدا اعمل سمبليفاي. ما حدش يقول لي هنا في كومن فاكتور. انا بشتغل الفراكشن ده مع نفسه والفراكشن ده مع نفسه واعمل ريديوسنج. يعني هنا سي باور 2 هتتكنسل مع سي باور 2 عشان ده ديفايدد. ام باور 4 وام باور 2 هنعمل ماينس للباور، يتفضل عندي ام باور 2 بلس هنا سي باور 2 تتكنسل مع سي باور 2 يتفضل ام باور 2. طب يا مستر احنا عندنا ام باور 2 بلس ام باور 2 دي سهله جدا، هنا 1 وهنا 1 تطلع ب 2 ام باور 2. يبقى الليفت هاند سايد في السمبلست فورم بتاعته طلعت 2 ام باور 2. طب ما تيجي نجيب الرايت هاند سايد اللي هو كان عباره عن ايه؟ 2a اوفر c، يعني 2 الايه الاصليه بقى اللي هي دي سي ام باور 2 اوفر سي، السي تتكنسل مع السي يتفضل عندك 2 ام باور 2. الله، مش ده هو نفس الكلام ده؟ برافو عليك. يبقى انا اقدر اقول له ايه بقى؟ ان الليفت هاند سايد ايكوالز ايه؟ الرايت هاند سايد. تمام؟ تعالى كده ايه نكمل تاني مع بعض ونشوف فكره تانيه على ايه؟ على الجزء بتاع الايه؟ الميدل بروبورشن. تعالوا نشوف فكره تانيه يا شباب برضو. هنا بيقول ايه؟ if B, A, B and C are in continued proportion. احنا متعودين يقول ان البي is the middle proportion. هو ما قالهاش، هو قالها continued proportion. مش هتفرق كتير. نفس طريقه الحل هنكتب ال A over ال B equal ال B over ال C equal ال M.
يبقى انا عندي البي ايكوال سي ام والاي ايكوال سي ام باور 2. طب احنا بنبص للسؤال بتاعنا نشوف هو عايز مني ايه. هو عايز ايه باور 2 بي باور 2 جهزها معاك. البي باور 2 يبقى انا زي ما احط على البي باور 2 هنخليها سي باور 2 ام باور 2. نفس الكلام هنا الاي باور 2 هخليها سي باور 2 ام باور 4. وابدا اعمل سبستيوشن في الليفت هاند سايد. ليفت هاند سايد كان اللي هو الاي باور 2 بلس البي باور 2 اوفر بي باور 2 بلس السي باور 2. طيب شيل الاي بتاعتك واكتب مكانها ايه؟ سي باور 2 ام باور 4 بلس بي باور 2 احنا عارفينها قيمتها بقى اللي هي سي باور 2 ام باور 2 اوفر البي باور 2 نفس الكلام برضه سي باور 2 ام باور 2 بلس السي باور 2. دلوقتي الخطوه الجايه بنعمل ايه؟ بناخد الكومن فاكتور. الكومن فاكتور عندي سي باور 2 وسي باور 2 هناخد السي باور 2. عندنا ام باور 2 ام باور 4 احنا عارفين بناخد السمولست باور. طيب بعد ما ناخد السي باور 2 هنا خدنا السي باور 2 ما فضلش حاجه. خدنا من ال 4 2 يتفضل ام باور 2 بلس السي باور 2 والام باور 2 خدناهم يتفضل مكانهم 1. طب هنا سي باور 2 سي باور 2 ناخد السي باور 2 كومن فاكتور يتفضل عندي ام باور 2 بلس ال 1. وابدا اعمل ايه برضه سمبليفاي بتاعنا او ريديوسنج الفراكشن سي باور 2 سي باور 2 ام باور 2 ام باور 2 يتفضل عندي ام باور كام؟ ام باور 2. تمام؟ ده كان الليفت هاند سايد. تعالى بقى نجيب الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد عندنا كان اسمه A اوفر سي. طب الاي اللي هي عباره عن سي ام باور 2 اوفر السي. السي تتكنسل مع السي يتفضل عندي ام باور كام؟ ام باور 2. يبقى انا ساعتها اقول له ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند ايه؟ سايد. خلاص؟ طيب تعالى نشوف ايه فكره ثانيه واكسرسايز جديد ونكمل مع بعض الفاينل ريفيجن بتاعتنا ان شاء الله باذن الله تخرج منها فاهم كل حاجه وتعرف تحل كل الايه؟ اكسرسايز. هنا برضو نفس الكلام برضو اكسرسايز جديد كده بيقول ان البي از ذا ميدل بروبورشن بتوين A and C. خلاص احنا رجعنا للصيغه بتاعتنا الاساسيه بيقول ان البي از ذا ميدل بروبورشنال. يعني هقول ان الاي اوفر البي ايكوال بي اوفر السي ايكوال الام. خلاص نجيب الفاليو اوف بي هتبقى البي عباره عن سي ام والاي عباره عن سي ام باور 2. طيب نبدا نجيب ايه؟ نعمل سبستيوشن او نشوف هو عايز ايه الاول. هو عايز مني اجيب بي باور 2 اي باور 2 جهزها. يبقى انا عندي البي باور 2 هتبقى ايكوال سي باور 2 ام باور 2. الاي باور 2 ايكوال سي باور 2 ام باور 4. هات بقى الليفت هاند سايد وعوض فيه. خد بالك بادئ ب 2 سي باور 2 ماينس 3 بي باور 2 اوفر 2 بي باور 2 ماينس 3 اي باور 2. ابدا اعمل ايه؟ سبستيوشن. السي مالهاش فاليو فانا بسيبها زي ما هي. اما البي باور 2 تبقى ماينس 3 سي باور 2 ام باور 2 اوفر هنا 2 بي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 سي باور 2 ام باور 4. خد ايه الكومن فاكتور بتاعك. عندي هنا سي باور 2 سي باور 2 هناخد كومن فاكتور سي باور 2. اتفضل عندي 2 ماينس 3 ام باور 2 اوفر هنا عندي بي باور 2 هنا عندنا سي باور 2 سي باور 2 سي باور 2 هناخدها كومن فاكتور ام باور 2 ام باور 4 هناخد الام باور 2 كومن فاكتور. اتفضل عندي 2 ماينس 3 ام باور 2. ابدا بقى اعمل سمبليفاي. السي تتكنسل مع السي والبراكت مع البراكت يتفضل ام باور 2. بس هنا في مشكله بقى كل الناس بتغلط فيها. الام باور 2 في الدينومينيتور فانا بكتبها تحت زي ما هي واب بكتب 1 كانها 1 اوفر ام باور 2. ده كده بالنسبه للليفت هاند سايد. تعالى بقى نجيب الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد عندنا كان اسمه سي اوفر اي يعني ايكوال سي اوفر سي ام باور 2. طبعا السي تتكنسل مع السي ايكوال 1 اوفر ام باور 2. ساعتها بقول الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند ايه؟ هاند سايد. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للبروبورشن بتاعنا. تعال نكمل تاني. هنا نخش بقى على شويه حاجات ام سي كيو مالتيبل تشويس. هنا بيقول ايه يا شباب؟ تعال نخش على شويه حاجات في التشوز. هنا بيقول ايه؟ ذا ميدل بروبورشن ازاي الاوف اعوذ بالله مش طبيعي. ذا ميدل بروبورشن بتوين A اند C. الميدل بروبورشن هو كان اسمه B باور 2 ايكوال AC. لما اجيب السكوير روت
تطلع بوزيتيف ونيجاتيف روت اي سي. ذا ميدل بروبورشن بتوين 3 اند 12 هو نفس الرول بقى، تبقى بوزيتيف ونيجاتيف روت 3 ملتبلاي 12 تطلع في الكالك بوزيتيف ونيجاتيف 6. if A 6 9 are in proportion، عايز نجيب الفاليو اوف A. طب انا هكتب A over 6 equal 6 over 9 وتعمل كروس ملتبليكيشن، يبقى ال A عباره عن 6 تايمز ال 6 over 9 تبقى 36 over 9 تبقى equal كام؟ equals 4. تمام؟ تعالى برضو ناخد شويه ايه افكار ثانيه كده في الايه في التشوز. بيقول يا شباب ده first proportion of the two numbers 4 and 8. طبعا الفيرست proportion دوت احنا بنسميه اكس، واحنا هنا عندنا 3 quantities، يبقى اقول له x over 4 equal 4 over 8 وبرضه تعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاكس عباره عن 4 تايمز ال 4 over 8. 4 by 4 ب 16 divided 8 equal 2. طيب بعد كده برضه بيقول ايه؟ if 6 is the middle proportion between the two numbers 9 and k. middle proportion يعني عندي ال 6 هنا، هقول له 9 over 6 equal 6 over k واعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى عباره عن 6 باي 6 اوفر 9 تطلع بكام؟ تطلع ب 4. ذا ثيرد بروبورشنال هنا عايز نجيب الثيرد هسميه اكس، وطبعا دول طالما 3 كوانتيز فانا هقول له 3 اوفر 6 ايكوال 6 اوفر اكس، يبقى الاكس عباره عن ايه؟ 6 تايمز ال 6 اوفر 3 تطلع بكام؟ ب 12. تمام؟ دي بعض الافكار بتاعت التشوز. تعال نكمل تاني مع بعض كده ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. هنا بيقول ايه؟ if 3 add is add. بيقول يا شباب if 3 is add the two terms of the ratio 5 to 9، يعني 5 over 9 هزود لهنا 3 وازود هنا كمان 3. طب 5 plus 3 equals 8 و9 plus 3 equals 12، لما اجي اعمل لها simplify بالكالك تطلع 2 2 3. if A خد بالك باللي بيحصل هنا A over B equals C over D، ادي A over B equal C over D. طب هنا بيقول لك بقى A باور 2، ال A خلاها A باور 2 عملها ملتبلاي A، زي ما بعمل فوق ملتبلاي لل A لازم اعمل داون ملتبلاي لل A تبقى كانها AB. تمام؟ يبقى المفروض ال AB A over 2 A باور 2 over AB equal CD. طيب تعال نكمل تاني مع بعض. بيقول يا شباب if A 2x b and x are proportional. خد بالك هم هنا 4 quantity فانت بتكتب بالترتيب. هنا بتكتب بالترتيب يا شباب، يبقى انا هقول كده ان ال a over 2x equal b over x. هو عايزك تجيب a over b فانت بتبدل، بتجيب الاكس البي مكان 2x وتطلع 2x فوق، يبقى كانها a over b equal 2x over x، والاكس تتكنسل مع الاكس تطلع 2. ما تكتبهاش 2 دي ريشيو، لازم اقول له 2 ريشيو 1. طب نفس السؤال هو مع اختلاف النمبرز. بيقول ال A 3B and 2 are proportional، يبقى A over 3 equal B over 2. طب هو عايز يجيب ال B over A، هتنزل ال A تحت وتطلع 2 مكانها، يبقى ال B over ال A equal كام؟ 2 over 3. تعال نشوف اكسرسايز تاني وفكرة تانية. هنا يا شباب بيقول ايه بقى؟ if x over 3 if x over 3 y over 4 equal x plus y. بص كده هو اللي فوق عملهم بلس مع بعض، يبقى انت اللي تحت تعملهم بلس مع بعض. x plus y تبقى 3 plus 4 equals كام؟ equal 7. نفس السؤال بالظبط. هنا الاكس زي ما هي اكس، خلاص هنسيب الاكس زي ما هي، زي ما بيعمل في الاكس بتعمل في اللي تحتيها. طب هنا الواي بقت 2y عملها باي 2، يبقى انا اعمل هنا باي 2 برضه. طب هنا الاكس فضلت اكس يبقى خليها اكس اوفر 5 بلس 2y معناها هعمل 4 باي 2 تبقى كام؟ 2 باي 4 تبقى 8. طب يلا كده نعمل سمبليفاي تبقى كانها اكس بلس 2y اوفر 5 بلس 8 ايكوال كام؟ ايكوال 13. دلوقتي يا شباب اخر حاجه عندنا في الالجبرا الفاريشن. طبعا كل الناس عارفين السيمبل ده او الرمز دوت اسمه y varies as x او y varies directly as x. طبعا ده كان سؤال سهل جدا ومضمون جدا. هنا بيقول ايه؟ ال y varies as x and y equals 3 when ال x equals 6 find the relation between y and x. طبعا انا بجيب من هنا الريليشن هقول له ال y equals mx
كل مهمتي ان انا اعرف الام بكام عشان الريشن بتاعتي تبقى مظبوطه. طب ما نعمل ايه؟ نبدا نعمل سبستيوشن. هو بيقول لك الواي ب 3 يبقى 3 ايكوالز ام تايمز تايم الاكس اللي هي كانت ب 6. هعمل هنا ديفايدد 6 وهنا كمان ديفايدد 6 يبقى الام ايكوال 3 اوفر 6. لما تعملها سمبليفاي تطلع بهاف. جبت الام خلاص، جبت الريليشن. هقول له الريليشن الواي ايكوال 1 اوفر 2 اكس. خلاص انا كده جبت الريليشن بتاعتي. بعد كده بيقول لك ايه؟ then the value of y لما الاكس ايكوال 10. هقول when x equals 10 يبقى الواي equals half times ال 10 equals 5. خلاص ده كده اول اكسرسايز على الدايركت فاريشن. طيب احنا عارفين يا شباب ان الفاريشن دوت دايركت وانفرس. السؤال ده كان على الدايركت فاريشن. تعال ناخد اكسرسايز تاني برضو. هنا برضو يا شباب بس ايه، مش كاتبها لي بقى ايه از سيمبل، كاتبها لي سبيتش كلام. بيقول ايه؟ بيقول ان الواي varies directly as الاي varies directly with b. يبقى انا هقول كده الاي varies as b وابدا اشتغل. الاي ايكوال 20 وين البي ايكوال 7. find the relation between a and b. خلاص الريليشن، فانا بكتب الاي ايكوال ام بي. الاي بتاعتنا بكام؟ كانت ب 20 ايكوال ام تايم 7. هعمل اوفر 7 واعمل اوفر 7 يبقى الام بتاعتنا في الاخر 20 اوفر 7. كده انا جبت الام. عايز اجيب الريليشن هيبقى الاي ايكوال 20 اوفر 7 بي. ده كده بالنسبه للريليشن. find the value of b لما الاي ايكوال 40. هقول كده when a ايكوال 40 يبقى الريليشن بتاعتنا تبقى 40 ايكوال 20 اوفر 7 بي او 20 اوفر 7 بي ايكوال 40. هودي ده بالديفايدد. الكالك الجميله بتاعتنا شباب بتطلعها بكام؟ بتطلعها ب 14. تمام؟ ده كده اكسرسايز تاني على الدايركت فاريشن. تعال نشوف اكسرسايز جديد. هنا برضو نفس الكلام دايركت فاريشن بس هنا بقى جايبها لي مع اكس باور 2 مش اكس. بص كده بيقول لك ايه؟ الواي فيرز دايركتلي از اكس باور 2 يبقى الواي ايكوال ام اكس باور 2. اوعى تكتبها اكس، انت بتكتبها بنفس الفورم اللي كاتبها لك. لو جايب لك فيها روت هتكتب فيها الروت. هنا بيقول ان الواي ايكوال 20 يبقى خلاص يبقى 20 ايكوال ام تايمز اكس باور 2 معناها 2 باور 2. اعمل هنا ديفايدد 2 باور 2 وهنا كمان ديفايدد 2 باور 2 يبقى الام ايكوالز كام؟ دي في الكالك تطلع ب 5. ارجع اكتب الريليشن بتاعتك يبقى الواي ايكوالز 5 اكس باور 2. بعد كده بيقول ايه؟ find the value of y لما الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 1 ثيرد. هقول when x ايكوال 1 اوفر 3 هتبقى الواي ايكوالز 5 تايمز 1 اوفر 3 باور 2 يبقى الواي ايكوالز كام؟ 5 اوفر 9. تمام؟ كده ده سؤال على الدايركت فاريشن. طيب ما تيجي نجرب بقى نشوف الانفرس فاريشن. كل الناس عارفين الانفرس فاريشن بتبقى الواي فيرز از 1 اوفر اكس. 1 اوفر اكس بالشكل ده كده يا شباب. طب انا برضو نفس الكلام بيقول لك find the relation between x and y. انا حافظ بقى الواي ايكوال ام اوفر اكس. ابدا اعمل سبستيوشن. شيل الواي واكتب مكانها 9 ادي 9 ايكوالز ام اوفر 2 اوفر 3. خد بالك هي دي بالديفايدد، لما تروح هنا هتروح بالملتبلاي يبقى الام ايكوالز 9 ملتبلاي 2 اوفر 3 وتحطها في الكالك تطلع الام ايكوال كام؟ ايكوال 6. كده انا جبت الفاليو اوف ام. تمام؟ عايزني اجيب الريليشن بقى يبقى اقول له كده الواي ايكوالز 6 اوفر اكس. كده جبت الواي. طب او جبت الريليشن بين اكس اند واي. find the value of y when الاكس ايكوال 2. هشيل الاكس هقول ان الواي ايكوال 6 اوفر 2 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 3. تمام؟ ده كده سؤال عن انفرس فاريشن. تعال ناخد سؤال تاني برضو. بيقول بقى ايه؟ بيقول ان الاكس فاريز انفرسلي از واي. يعني هنا الاكس هي اللي بتعمل فاريشن مع الواي. يعني لما اكتبها كده هكتب الاكس فاريز از 1 اوفر واي. طيب بيقول ايه؟ الاكس ايكوال 12 والواي ايكوالز 8. find the value of x when الواي ايكوالز 1.5 والفاليو اوف واي لما الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 2. انا هقول ان الاكس ايكوال ام اوفر واي. طيب تعالى نعمل سبستيوشن. الاكس كانت ب 12
ايكوال ام اوفر الواي بتاعتنا كانت ب 8. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الام ايكوال 12 باي 8 يبقى الام ايكوالز 96. خلاص انا كده جبت الكونستانت اوف ايه اوف فاريشن يبقى اقول ان الاكس ايكوال 96 اوفر واي. خلاص انا كده جبت الريليشن بين الاكس اند واي. اول حاجه بيقول find the value of x لما الواي ايكوال 1.5 يبقى اقول كده الاكس ايكوال 96 اوفر 1.5. تبقى الاكس بتاعتنا ب 64. تاني حاجه بيقول ايه find the value of y لما الاكس ايكوال 2. هقول when الاكس ايكوال 2 يبقى انا عندي 2 ايكوال 96 اوفر واي كانها اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن تبقى الواي ايكوالز 1 تايمز 96 اوفر 2 تطلع في الاخر بكام يا شباب؟ تطلع بايه؟ ب 48. تعال نكمل اكسرسايز تاني. ده سؤال بقى يا شباب ادفانسد شويه هاي سكيلز. بيقول ايه؟ ان الاكس equals z plus 9 والزد varies directly as y and the x equal 24 لما الواي equals كام 5. find the relation between x and y. تعالى اول حاجه انا عندي الاكس equal z plus 9 وبيقول ان الزد varies directly as y. من هنا بجيب الريليشن اقول له ان الزد equals m over y. طب الخطوه الجايه بعمل ايه؟ هو عايز ريليشن بين الاكس والواي فانت لازم تكنسل الزد وتكتب الفاليو بتاعتها. يبقى هقول كده ان الاكس equals m over y plus 9. خلاص دي الريليشن بس الريليشن بتاعتنا ناقصه. ليه ناقصه؟ لان انا عندي الام لازم اشيل الام. طب هنا بيقول ايه بقى؟ الاكس ب 24 يبقى اكتب 24 equals m over y اللي هي 5 بلس ال 9. طب ما دي ايكويشن يا مستر. هودي ال 9 بعكس الساين يبقى اقول له الام اوفر 5 equal 24 minus ال 9 يبقى الام اوفر 5 equal 15. يبقى الام اوفر 5 equals 15. يبقى الام هتعمل 15 تايمز لل 5 تطلع بكام؟ ب 75. يبقى الريليشن بين الاكس والواي ايكوالز اكس ايكوال 75 اوفر واي بلس كام؟ بلس 9. خلاص انا كده جبت الريليشن. تاني حاجه بيقول ايه؟ find the value of y لما الزد ايكوال 12. طب ما انا عندي اصلا الرول بتاعنا اهو الزد ايكوال ام اوفر واي واحنا لسه جايبين الام ب 57 يبقى الزد ايكوال 75 اوفر واي. طيب الزد ب 12 يبقى هنا 12 ايكوال 75 اوفر واي. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الواي عباره عن 75 اوفر 12 بالكالك الجميله بتاعتك هتطلع كام؟ تطلع 25 اوفر 4. خلاص ده كده سؤال على الانفرس فاريشن. طيب تعالى نشوف سؤال تاني كده مع بعض. هنا يا شباب بيقول ايه؟ بروف ذات ان الاي فاريز دايركتلي اس سي. يعني لازم اطلع الاي ايكوال نمبر تايمز السي. اي نمبر بقى 3 2 4 فراكشن 1 اوفر 2 1 اوفر 3 3 اوفر 5 ايا كان النمبر. فانت اول حاجه لازم تخلص من البروبورشن دوت بتعمل كروس مالتيبليكيشن ده تايمز ده وده تايمز ده يبقى انت عندك 2a بلس 3b ايكوال 3 وهنا 2b بلس c. فك البراكت بتاعك 2 باي a تطلع ب 2a 2 باي 3 تطلع ب 6b ايكوال 3 باي 2 تطلع 6b بلس 3 باي c تطلع ب 3c. دلوقتي نعمل ريديوسنج بقى او سمبليفاي. سمبليفاي ازاي؟ اي حاجه على اليمين واللي شبهها على الشمال بيكنسلوا مع بعض. يعني انا هكنسل ال 6 بي مع 6 بي. طب ليه؟ لان لو وديت دي هتبقى بالماينس 6 بي ماينس 6 بي تطلع بزيرو. خلاص؟ يبقى انا فضل عندي هنا 2a ايكوال 3c. خلاص جميل. انا عايز اطلع الاي ايكوال نمبر يعني الاي لازم تكون لوحدها يبقى انا هعمل ديفايدد بال 2 يبقى الاي ايكوال 3 اوفر 2c. طب هنا اقول له ان الاي
equals constant. ايه هو الكونستانت دوت؟ اللي هو الام او الايه الكونستانت اوف بروبورشن تايمز السي، يبقى اقول له ان الاي varies directly as C. تمام؟ تعال نشوف اكسرسايز تاني كده مع بعض. شويه مالتيبل تشويس بقى يا شباب، وده حاجات مهمه قوي 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 قوي. هنا شويه اسئله تشوز. بيقول ايه؟ الواي اكس واي ايكوالز 9، الواي فاريز دايركتلي ولا انفرس؟ انا عايز اعرف الدايركت فاريشن والانفرس فاريشن. بص كده، اكس ايكوالز 5 واي، اكس واي ايكوالز 5، اكس اوفر 3 ايكوال واي اوفر 2، اكس اوفر 7 ايكوال 3 اوفر واي. لو الاكس والواي لازقين في بعض يبقى انفرس، لو بعيد عن بعض يبقى دايركت. طب ازاي؟ بص كده، هنا اكس ايكوال 5 واي، دول بعيد عن بعض يبقى دوت دايركت. طب هنا الاكس والواي لازقين في بعض يبقى دوت انفرس. طب هنا عايز اعرف هم بعيد عن بعض، بس اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان تتاكد. 3 تايمز واي تبقى 3 واي ايكوالز اكس تايمز 2 تبقى 2 اكس. بص كده، بعد ما عملت الكروس مالتيبليكيشن بعيد عن بعض يبقى دوت دايركت. هنا بقى بص، اكس تايمز واي تبقى اكس واي، 3 باي 7 ب 21 كده بقوا ايه؟ بقوا لازقين في بعض يبقى دوت ايه؟ انفرس فاريشن. طيب تعال نشوف كده ايه الاسئله اللي معانا في التشوز. هنا بيقول ايه يا شباب؟ اكس واي ايكوالز، طبعا دول كده لازقين في بعض يبقى الواي فاريز انفرسلي از اكس. which of the following represent an inverse variation؟ طب الانفرس فاريشن احنا قلنا اللي هم لازقين في بعض، هتلاقي ايه؟ لتر ايه. تمام؟ طب بص خد بالك، هنا الاكس والواي لازقين في بعض، لا انا ليا دعوه باكبر واي واكبر اكس. اكبر واي واكبر اكس لازقين في بعض انفرس، بعيد عن بعض دايركت. طب دلوقتي انا عايز اعرف مين فارز مع مين. واي باور 2 تجيب الهاف الباور بتاعتها يبقى كانها واي فارز از اكس. طيب the relation which represent direct variation، احنا قلنا الدايركت لازم يكونوا بعيد عن بعض. طب هنا لما اجي اعمل كروس مالتيبليكيشن اكس واي 2 باي 3 ايكوال 6، هنا برضو كانها اوفر 1 تبقى اكس واي ايكوال 4. هنا ما فيش غير دي هي الدايركت فاريشن. تمام؟ ده كده بالنسبه لايه؟ للمالتيبل تشويس. دلوقتي بقى يا شباب هنخش على اخر حاجه معانا، الاستاتستيك. الاستاتستيك احنا عارفين ان هي حاجه سهله وبسيطه جدا. في حاجه اسمها الستاندرد ديفيجن وحاجه اسمها الرينج. الستاندرد ديفيجن لازم بيجي عليه سؤال في الايه؟ في الامتحان. الستاندرد ديفيجن ده عباره عن 2 تايبس او 3 تايبس، يا اما تيبل يا اما سيت اوف فاليوز. اللي بيجي بنسبه 90% السيت اوف فاليوز اللي هو احنا قدامنا ديت. هنا بيقول ايه؟ الاستاتستيك يا شباب عباره عن هو ليسون حاجه اسمها ديسبريشن، وبجيبه بالحاجتين، يا اما حاجه اسمها الرينج يا اما الستاندرد ديفيجن. والستاندرد ديفيجن عندنا برضو حاجتين، يا اما سيت اوف فاليوز يعني مجموع سيت اوف نمبرز، مجموعه ارقام زي دي كده، يا اما ايه؟ يا اما سيت اوف فاليوز مجموعه نمبر زي كده، يا اما تيبل. والتيبل فيه منه نوعين، نوع تيبل اوف فاليوز او تيبل اوف ايه؟ اوف سيت. تعال بس نبدا بسيت اوف فاليوز. احنا هنا بس محتاجين نجيب الاكس بار. انا بس قبل ما اجيب الاكس بار عايز اعرفك الاكس بار بيجي ازاي. الاكس بار بيجي سيت اوف فاليوز ليه رول، التوتال اوفر ذير نمبرز. بيبقى ليه رول يا شباب، التوتال اوفر ذا نمبر. يعني ايه؟ اول حاجه بعمل فراكشن، عندي مثلا كانت 10 بلس 11 بلس 14 بلس 16 بلس 19 اوفر 5. وانا كاتبها هنا بوريك ليه؟ لان انت لازم تكتبها في الكالك كانها فراكشن، لان في ناس ما بتكتبهاش فراكشن بتعمل ديفايدد 5 في الاخر فبتطلع الانسر غلط. فلازم تكتبها از فراكشن وبعد كده تدوس الايكوال بتاعتك تطلع بكام؟ 14. طيب احنا كده يا شباب عرفنا ازاي نجيب الايه؟ الارثماتيك مين او المين بتاعنا من خلال الكالك. دلوقتي بقى هنبدا نطبق في ايه؟ في الاكسرسايز بتاعنا. اول حاجه بجيب الاكس بار. الاكس بار بتاعنا هعمل فراكشن بتاعنا كده هتبقى 10 بلس 11 بلس 14 بلس 16 بلس 19 اوفر 5. طبعا 5 عشان عديتهم 1 2 3 4 5 كل ده طلع 14.
طبعا لو كان عندي الارثماتيك مين من سيت اوف فاليوز زي ما احنا شايفين كده، انا بعمل تيبل ليه 3 كولمز كده. كنا بنكتب هنا اكس، وهنا اكس ماينس اكس بار، وهنا اكس ماينس اكس بار جوه براكت بار 2. طب الاكس بكتب الفاليوز دي زي ما هو مديهاني 10، بعد كده 11، بعد كده 16 او 14، 16، 19، واقفل الايه التيبل بتاعي من تحت واكتب كلمه توتال. توتال اول حاجه اكس ماينس اكس بار، يعني الاكس عندنا ب 10 ماينس اكس بار اللي هي 14 تطلع نيجاتيف 4. لما اجي هنا اعمل باور 2 لازم اكتب النيجاتيف 4 جوه براكت، يعني اكتبها كده جوه براكت واعملها باور 2 تطلع ب 16. هنا 11 ماينس 14 تطلع نيجاتيف 3، لما اعملها باور 2 تطلع ب 9. 14 ماينس 14 تطلع بكام؟ بزيرو. باور 2 برضه بزيرو. 16 ماينس 14 ايكوالز 2، و2 باور 2 ايكوال 4. 19 ماينس 14 ايكوالز 5، 5 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 25. واجيب التوتال بتاع النمبرز دول اعمل لهم بلس مع بعض. طيب احنا هنا عندنا 16 بلس 4 تطلع 20، تطلع كام في الاخر؟ تطلع 54. انا عشان اجيب الستاندرد ديفيجن اللي هو اسمه السيجما هيبقى روت النمبر اللي طلع عند ال 54 اوفر هم كانوا كام نمبر؟ كانوا 5. واعملها في الكالك، ولما اعملها في الكالك يا شباب ما اخليها ايه؟ اخليها ايه؟ ديسيمال، ما اخليهاش روت. هجيبها طبعا بالكالك بتاعتي انا اللي معايا اهي، هجيب روت 54 اوفر 5 تطلع 3.28. تمام؟ ده كده السؤال ده هو الاهم ثم الاهم ثم الاهم، اهم سؤال بيجي في الستاندرد ديفيجن، وزي ما انت بتراجع في الامتحانات بتاعتك هتلاقيه موجود في كل الامتحانات. طيب تعال نشوف اكسرسايز تاني برضو، هعيده تاني. هنا بيقول calculate the mean and the standard deviation of the data. اول حاجه بجيب الاكس بار، اول حاجه بجيب الاكس بار. هعمل كده ايه؟ ها 1 بلس 3 بلس 5 بلس 7 بلس 9، عدهم 1 2 3 4 5 يبقى اوفر 5 خلاص. واجيب الاكس بار بتاعي، طبعا دي 10 20 تطلع ب 25 اوفر 5 بكام؟ ب 5. وابدا اعمل التيبل بتاعنا زي ما احنا قلنا، نعمل تيبل ليه 3 كولمز. هنا اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار جوه براكت بار 2. الاكس بتاعتنا بنكتب الفاليوز 1 3 5 7 9. طيب 1 ماينس 5 نيجاتيف 4 باور 2 تطلع ب 16. 3 ماينس 5 ايكوال نيجاتيف 2 باور 2 تطلع ب 4. 5 ماينس 5 ايكوال 0 باور 2 تطلع ب 0. 7 ماينس 5 ايكوالز 2 باور 2 تطلع ب 4. 9 ماينس 5 ايكوالز 4 باور 2 تطلع ب 16. واقفل التيبل بتاعي واجيب التوتال. التوتال هنا هيطلع بكام؟ يطلع ب 40. طب لما اجيب السيجما او الستاندرد ديفيجن بتاعنا هيبقى روت ال 40 اوفر ال 5، وطبعا هعملها بالكالك بتاعتي دي. لما تيجي تعملها في الكالك هتطلع 2 روت 2، بس انت طبعا هتحولها لديسمال لانك انت المفروض تحولها لديسمال. روت 40 ديفايدد 5 تطلع 2.8. تمام؟ ده كده يا شباب الستاندرد ديفيجن فروم ايه؟ سيت اوف فاليوز. تعالى بقى ناخد الجزء اللي هو الايه؟ الارخم شويه او الاصعب شويه او الكومبليكيتد شويه اللي هو التيبل. هنا بقى يا شباب الجزء الثاني بتاع الستاندرد ديفيجن، التيبل زي ما قلت لك في منه نوعين، نوع اسمه تيبل اوف فاليوز زي اللي قدامنا ده، وفي تيبل اوف سيتس. طيب التيبل اوف فاليوز دوت افرق بينهم ازاي؟ بص كده على اللاين اللي فوق، التيبل اوف سيتس هتلاقي فيه ماينس كده او في شرطه كده، في شرطه كده، في شرطه كده، في شرطه كده. ده اسمه تيبل اوف سيتس، فبيبقى فيه خانه زياده او بعمل له خطوه زياده، بجيب حاجه اسمها سنتر اوف ذا سيت. لكن بالنسبه للتيبل دوت احنا بنشتغل على طول. طب انا لما اجي احل بعمل ايه؟ بنعمل ايه يا شباب؟ بنعمل تيبل ليه 6 كولمز. احفظ الداتا اللي فوق دي اسمها اكس ودي اسمها كي، وهنا اكس ملتبلاي للكي، وهنا اكس ماينس اكس بار، وهنا اكس ماينس اكس بار باور 2،
وهنا اكس ماينس اكس بار باور 2 ملتبلاي الكي. بصوا بقى يا شباب، طيب كل حاجه احفظ الحاجات دي عشان انت مش هتلاقي حد يقولها لك، لازم تكون عارفها. الاكس بجيب اللاين اللي فوق اللي هو الزيرو 1 2 3 4. طيب واقفل البراكت. طب دي اسمها كي، كي الفريكوانسي اللاين اللي تحت 8 16 50 26. واجيب كلمه توتال. خد بالك لازم اجيب التوتال بتاع الفريكوانسي اللاين اللي تحت، لو ما كانش موجود لازم اجيب التوتال بتاعهم، تبقى دي ب 100. اكس باي كي، فانا بعمل ده باي ده، 0 باي 8 ب 0، 1 باي 16 ب 16، او بجيبهم من هنا 2 باي 50 تطلع ب 100، 3 باي 20 تطلع ب 60، 4 باي 6 تطلع ب 24، واعمل دول كلهم بلس مع بعض يطلعوا ب 200. دلوقتي الدور على الاكس بار. الاكس بار بعمل ده ديفايد ده، الكبير ديفايد الصغير، يعني 20 ديفايدد 100 تطلع الاكس بار ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. وابدا اشتغل بقى نفس الستبس بتاعتنا. اكس ماينس اكس بار، الاكس اللي هي دي تبقى 0 ماينس 2 تبقى ايكوال نيجاتيف 2، وهنا 1 ماينس 2 تبقى ايكوال نيجاتيف 1، 2 ماينس 2 ايكوال 0، 3 ماينس 2 ايكوالز 1، 4 ماينس 2 ايكوال 2. بص كده، هنا اكس ماينس اكس بار وهنا اكس ماينس اكس بار باور 2، فاللي يطلع من هنا اعمله باور 2، ما تنساش تكتبه جوه براكت، 2 باور 2 ايكوال 4، هنا 1 هنا 0 هنا 1 هنا 4، وجيب التوتال بتاعهم. ما تجيبش التوتال، امسح الحته دي بس يا يسري، مش هجيب التوتال. بص كده على اخر حاجه عندك هنا، هتلاقي نفسك عندك هنا ايه؟ اكس ماينس اكس بار باور 2 ملتبلاي كي، يعني هاخد اللاين ده كده اعمله ملتبلاي اللاين بتاع الكي اللي هو ده، يعني بس ناخد كل نمبر مع ايه؟ مع اخوه. هنا عندك 8 باي 4 تطلع ب 32، هنا عندك 16 باي 1 تطلع ب 16، 50 باي 0 تطلع بايه؟ ب 0، 20 باي 1 تطلع ب 20، 6 باي 4 تطلع ب 24، وما تنساش تعمل لهم بلس وتجيب التوتال بتاعهم. طيب انا لما اجيب التوتال بتاعهم احطها في الكالك طبعا تطلع بكام؟ دي 40 60 تطلع 92، التوتال يطلع 90 ايه؟ 92. طب انا عشان اجيب السيجما او الستاندرد ديفيجن بتاعنا يبقى روت 92 اوفر ال 100 واحطها على الكالك بتاعتنا. تطلع 0.8.9. تمام؟ ده كده سؤال بالنسبه للتيبل اوف ايه؟ اوف فاليوز. تعالى بقى ناخد اخر حاجه معانا كده خلاص، ويبقى احنا كده خلصنا المنهج بتاعنا. ناخد التيبل اوف سيتس. بصوا يا شباب، انا برضو عشان اشتغل التيبل دوت في حاجه اسمها سنتر اوف ذا سيت. بص كده، ودي ساعات بتيجي تشوز سنتر اوف سيت. بيجي ازاي؟ ليه رول، اللور ليميت بلس الابر ليميت اوفر 2. طب مين هو اللور ليميت والابر ليميت؟ بص كده، هي في ناس تقول لك ان الشرطه دي يا مستر معناها ماينس. لا، دي مش ماينس. معناها ايه؟ معناها ان السيل دي او الخانه دي فيها نمبرز ستارتنج فروم 10، كأن الشرطه دي معناها اند سو اون 10 11 12 13 14 15 16 لحد ايه؟ لحد 20. عشان كده احنا بنحتاج نشتغل بنمبر واحد بس، مش هنشتغل بالناين نمبرز، فبنجيب حاجه اسمها سنتر. بالعربي كده الرقم اللي في النص. النمبر اللي في النص بين الزيرو وبين ال 10 هو ال 5. طب والنمبر اللي في النص بين ال 10 وال 12 و20 يطلع ال 15. النمبر اللي في النص بين ال 20 وال 30 يطلع بكام؟ يطلع 25 اند سو اون. يا اما هجيبها بالرول دوت. اللور ليميت هنا كان بزيرو، يبقى 0 بلس الابر ليميت كان ب 10، 0 بلس 10 اوفر 2، 0 بلس 10 ب 10 اوفر 2 تطلع ب 5. نفس الكلام 10 بلس 20 اوفر 2، 10 بلس 20 30 اوفر 2 تطلع بكام؟ 50.
ده كده السنتر اوف ذا سيت او الخانه الزياده اللي انا لازم اجيبها. تعالى طب نبدا نشتغل كده مع بعض. هنا يا شباب انا بعمل نفس الايه التيبل اللي فات، بعمل تيبل بس ليه 7 كولمز مش 6. تعالى نرفع بقى ايه الاقلام بتاعتنا كده. بص يا شباب احنا بنعمل التيبل بتاعنا كده هو ليه 7 كولمز. اول حاجه بكتب فيها السيتس، بعد كده بكتب الاكس، بعد كده كل بقى انقل التيبل اللي فات زي ما هو كي، بعد كده اكس باي كي، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور اكس بار، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2 تايمز الكي. بص يا شباب وابدا اشتغل عادي جدا. السيتس بكتبها زي ما هي 0، بعد كده 10، بعد كده 20، بعد كده 30، بعد كده 40 لحد ال 50، واقفل واكتب التوتال. بس ما تنساش ان احنا دلوقتي عايزين نجيب السنتر اوف ذا سيت. السنتر هنا بجيبه ازاي؟ اللور ليميت بلس الابر ليميت، يعني 0 بلس 10 اوفر 2. طب 0 بلس 10 يا مستر ب 10 اوفر 2 يطلع ب 5. عشان اجيب هنا برضو هيبقى 10 بلس 20 اوفر 2. 10 بلس 20 ايكوال 30 اوفر 2 يطلع بكام؟ 15. في طريقه ثانيه بقى، هو هنا بيعمل بلس كام كل مره؟ بيزود كام؟ بيزود 10. فانت هنا برضو هتزود 10. 5 15 25 35 45. نفس الكلام بقى اجيب الكي بتاعتنا هتبقى 2 3 18 7 10، وما انساش التوتال بتاعنا ايه؟ 40. هنا بقى هعمل اكس باي كي 2 باي 5 ايكوال 10، 3 باي 15 تطلع بكام؟ 45. 25 باي 18 تطلع 450. 35 باي 7 تطلع 245، تطلع 450. واجيب التوتال بتاعهم. تطلع بكام؟ 1200. دلوقتي انا عايز اجيب الاكس بار. الاكس بار باخد النمبر الكبير على النمبر الصغير. 1200 اوفر 40 تطلع بكام؟ ب 30. وابدا بقى اعيد نفس الكره. اكس ماينس اكس بار، اكس اللي احنا جبناها دي 5 ماينس 30، 15 ماينس 30، 25 ماينس 30، 35 ماينس 30، 45 ماينس 30. طيب 5 ماينس 30 ب 25، لما اجي اعملها باور 2 تطلع 625. 15 ماينس 30 تطلع نيجاتيف 15، لما اجي اعملها باور 2 تطلع 225. 25 ماينس 30 نيجاتيف 5 باور 2 تطلع ب 25. دي تطلع ب 5 باور 2 تطلع ب 25. 15 باور 2 تطلع 225. وابدا اعمل بلس لكل النمبرز دي. بس طبعا هنا مش بعمل بلس، انا بعمل بلس لاخر كولم عندي. هنا يا شباب بعمل ايه؟ اكس البراكت ده، بعمل البراكت ده يا شباب تايمز الكولم ده. الكولم بتاع اكس ماينس اكس بار باور 2 ملتبلاي الكولم بتاع كي. 2 باي 625 تطلع كام؟ 1250. 1250. هنعمل 3 ملتبلاي 225. 3 ملتبلاي 225 تطلع بكام؟ 675. هنعمل بقى المره دي ال 18 ملتبلاي 25 او 18 ملتبلاي 25 تطلع كام؟ 450. بعد كده هناخد ال 7 ملتبلاي 25 تطلع بكام؟ 175. اخر حاجه عندنا ال 10 ملتبلاي 225 تطلع 2250. واجيب التوتال بتاعهم. بلس 675
بلس 1250 تطلع في الاخر بكام يا شباب؟ تطلع ب 300 او 3675. عايز اجيب الستاندرد ديفيجن، يبقى روت النمبر اللي طلع دوت اوفر ايه؟ التوتال بتاعنا اللي هو الايه؟ ال 40. روت 3675 فراكشن 40 تطلع بكام؟ 9.85. خلاص. تعالى بقى كده اخر حاجه هنختم بيها في الجزء دوت يا شباب، المالتيبل تشويس بتاعتها. والمالتيبل تشويس بتاعتها بتبقى سهله جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. تعالى نبدا بيها مع بعض كده. بيقول 1، بيقول ايه؟ one of the measures of the dispersion. الديسبريشن لما اجي اعمل له ميجرمنت يا شباب او اجيب الفاليو بتاعته بقى عندي تو واي، يا اما حاجه اسمها ستاندرد ديفيجن يا اما حاجه اسمها الرينج. هو هنا بيقول لك one of the measures، طبعا بدور على حاجه من الاثنين، يا اما الستاندرد ديفيجن يا اما الرينج. خلاص. هو هنا جايب لي ستاندرد ديفيجن فانا اخترتها. one of the dispersion measures، نفس السؤال اهو. one of the dispersion measures is ذا ايه؟ جاتب مين؟ ما ينفعش. ميديا ما ينفعش. مود ما ينفعش. الرينج. دي الطريقه الثانيه. طيب ده simplest، السمبلست دي هي الرينج. simplest method to measure the dispersion is range. The difference between greatest value and the smallest value is the range. دايما احفظها. الرينج بيجي ازاي؟ هنجيبه دلوقتي. equal البيجست فاليو او الجريتست فاليو ماينس ايه؟ السمولست ايه؟ فاليو. خلاص؟ طيب تعالى نشوف اكسرسايز عليها كده تاني. هنا يا شباب ايه؟ بيقول ايه؟ ذا رينج اوف ذا فاليوز. عايز نجيب الرينج بتاعت الفاليوز دي، لسه شارحين الرول بتاعه. عشان تجيب الرينج الماكسيمم فاليو ماينس المينيمم فاليو. الماكسيمم فاليو يعني اكبر نمبر عندك اللي هو ب 8 ماينس السمولست فاليو اللي هو بكام؟ ب 2. 8 ماينس 2 ايكوال 6. ده كده ابلكيشن او تطبيق على الستاندرد ديفيجن. if summation of x minus x power 2 equals 36 of a set of the values whose number is كام؟ 9. السيجما الروت النمبر الكبير ده 36 اوفر 9. لما تيجي تحطها في الكالك تطلع بكام؟ روت الفور اللي هو ب 2. هنا بقى ده شغل ايه؟ جزء تراكمي. if the mode of the values 3a plus 1 و 4 is 3. المود هو ال 3، يعني اكتر نمبر بيتكتب هو ال 3. يعني المفروض ان ال a plus ال 1 equal 3. يبقى المفروض ال a بتاعتنا equal كام؟ equal 2. كده يا شباب احنا خلصنا الريفيجن بتاعتنا، خلصنا الريفيجن بتاع الالجبرا. اتمنى تكونوا فهمتوا، اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقكم كده وتقفلوا. استناني في الجيومتري، شوف الفيديو مره واثنين وثلاثه، لسه معاك وقت. ان شاء الله هتقفل وان شاء الله هتجيب الفول مارك. كان معاك مستر عطيف في قناتكم جوماس. تابعوني وتابعوا الفيديوز بتاعتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.